في مملكة لوديك المسالمة، الإمبراطور اتجوز الإمبراطورة الأولى من أقوى عيلة في البلد. دي تبقى الأخت الكبيرة لعيلة إسبراندو، يعني الغنى الفاحش والسمعة اللي بتهز الجبال، وجابت منه توأم أمير وأميرة. وطبعا الأمير هو اللي بقى ولي العهد الرسمي للعرش. بس الإمبراطور ما وقفش هنا، وقرر يتجوز الإمبراطورة الثانية. دي بقى تبقى أصغر بنت في عيلة سواندي، العيلة اللي ماسكة فرسان المملكة وقوتهم العسكرية اللي بتخوف أي حد، وبفضلها جه الأمير الثاني للدنيا. بس في يوم مشؤوم الإمبراطورة الثانية اتقتلت غدر، ولحد دلوقتي ما حدش عرف مين المجرم اللي عمل كده. الإشاعات المرعبة انتشرت زي النار في الهشيم، والنتيجة كانت إن الإمبراطور خلع الأمير الأول من ولاية العهد وعين الأمير الثاني مكانه. السبب المعلن إن الأمير الأول قاسي ومفترس، ودلوقتي الجيش الملكي راجع منتصر، والناس كلها في الشوارع فرحانة وبتحتفل. الناس عمالة تهمس لبعض، شفتوا الفرسان رجعوا، سمعت إنه كان انتصار ساحق، مملكتنا دي ما فيش حد يقدر عليها. بس إيه ده؟ مش ده الأمير الأول الدوغ ريبون؟ يا ساتر، هو نزل الحرب بنفسه؟ ده ما فيش فيه خدش واحد. يبقى الإشاعات إنه بيعشق الدم والحروب دي حقيقية بقى. بيقولوا إن الأمير الأول هو اللي ولع الحرب دي من الأساس. معقول التوأم دول هم سبب المصايب والعنف ده كله؟ وفي وسط الزحمة إشاعة تانية بتقول إن هم اللي قتلوا الإمبراطورة الثانية. الحارس اللي شعره ذهبي كان سامع الكلام ده وبيضحك في سره. الناس دي مرعوبة منه لدرجة إنهم مش قادرين يرفعوا عينهم فيه، ولسه الحارس بيفكر. فجأة الدوق رايبون شد لجام حصانه ووقف، وبنظرة باردة زي التلج بص للناس اللي كانت بتنم عليه. الرعب دبدب في قلوبهم، عرقهم نزل زي المطر، ووشهم جاب ألوان من كتر الخوف. رايبون ما نطقش ولا كلمة، بس لف وشه الناحية التانية ورمى نظرة تحذير قاتلة لبقية الناس اللي واقفين. السكوت عم المكان، كأن على رؤوسهم الطير. الحارس الذهبي حب يلطف الجو وقال بابتسامة متوترة: يا دوق، ما تشغلش بالك بيهم، يلا نكمل طريقنا. رايبون مردش عليه وكمل طريقه بحصانه بسرعة ولا كأنه سامع حاجة. وفجأة بنته صغيرة بشعر أحمر نطت في نص الشارع. أخوها صرخ من الرعب: كارين حاسبي! بس البنت ولا همها، جريت ناحية الضوء وقالت ببراءة: أوبا! أخوها جري وراها وهو بيترعش من الخوف وبيقول: أنتي تجننتي، ارجعي ورا فورا قبل ما نروح في داهية. أنا آسف يا مولاي، أختي لسه صغيرة وما بتفهمش في الأصول، أرجوك سامحها. كارين تجاهلت أخوها ورفعت الدفتر وقالت بفرحة: يا أمير، أنا من أكبر معجبينك. يا أوبا! وفجأة البنات انفجروا في الصريخ وهم ماسكين يافطات. مش قادرة استحمل، خلاص بصوا على كتافه العريضة. يا أوبا يا صاحب الضحك اللي بتنور، أوب أصديك تكيد أستا. بنت شقراء كتمت بق صاحبتها بسرعة وقالت بعصبية: أنتي عايزة تموتينا؟ اكتمي خالص. واحدة تانية رمت دبدوب ناحية الأمير وهي بتسبل بعينيها: أوبا الدبدوب ده أنا اللي عملاها عشانك. والتانية بتصرخ: سيبوني، أنا خلاص قلبي مش مستحمل، لو هموت يبقى أموت على إيد الأوبا. يا أوبا رايبون وقف مصدوم من اللي بيحصل وسأل بذهول: هو في إيه يا جماعة؟ الحارس الذهبي ضحك وقال: والله ما أعرف يا مولاي. كارين رفعت الكتاب وعينيها بتلمع: والنبي يا أمير ممكن توقيعك هنا؟ الكتاب اللي في إيدها كان عنوانه غريب جدا: الأمير في حديقة الزهور، تأليف الكاتب جيليوت. وفي نفس الوقت في قرية هادية بعيدة كان في واحدة ست عجوزة بتشكر بنت: شكرا يا أنجيلا يا بنتي، أنتي إزاي شاطرة كده في الكتابة؟ أنجيلا ردت بتواضع: العفو يا تيتي، أنا مبسوطة إني قدرت أساعدك. الست العجوزة قالت بابتسامة: أسلوبك في الكلام والكتابة ده مش أي حد يعرف يعمله. يا أنجيلا، واحدة موهوبة وطيبة زيك لازم تروح المدينة وتعمل حاجات كبيرة. أنجيلا ضحكت وقالت: المدينة مرة واحدة؟ الست كملت بحسرة: خسارة الجمال والموهبة دي تندفن في الريف ده. أنجيلا ادتها الرسالة وقالت بسرعة: اتفضلي يا ستي، كتبتلك كل حاجة، تأمريني بحاجة تانية؟ الست ردت: كتر خيرك يا بنتي، تحبي بقى أجيب لك عريس لقطة؟ أنجيلا رفضت فورا: لا لا شكرا، هذا كفاية عالية كده، ده أنا بوظت كذا ميعاد جواز قبل كده. الست ضحكت وقالت: ماشي يا ستي، نشوفك على خير. أنجيلا لوحت ليها وهي بتفكر: المدينة دي شكلها يخوف، بس نفسي أروح هناك. الأمير عايش هناك، بس الإشاعات اللي عليه بتقلق.
وفجأة سمعت بنتين بيتكلموا. سمعتي إن الأمير الأول رجع؟ يا ترى شكله إيه في الحقيقة؟ يا نفسي أجري وأشوفه دلوقتي حالا. إيه ده؟ أنجيلا جريت عليهم بلهفة وسألت: الأمير رجع بجد؟ البنت اللي بشعر أزرق بصتلها وقالت: إيه ده أنجيلا؟ البنت الثانية سألت: أنت كمان من فانز الأمير ولا إيه؟ أنجيلا دخلت في الموضوع على طول: طبعا يا بنتي، ده قمر، حد يكره الجمال ده، صح؟ أنا عارفة الإشاعات الوحشة دي، بس متأكدة إنه من جواه شخصية تتجنن، وكمان سياف أسطوري. عند ستة. إيه ده؟ أنتوا بقيتوا فانز ليه إزاي؟ شفتوا الرسومات اللي الكاريكاتير رسمها؟ البنت الزرقاء استغربت وسألتها: رسوماتي إيه؟ أنت مش بقيتي من الفانز بسبب الرواية إياها؟ رواية الأمير في حديقة الزهور؟ أنجيلا برقت عينيها بصدمة: نعم، حديقة زهور إيه؟ البنت طلعت الكتاب وقالت بفخر: دي الرواية الأكثر مبيعاً في المدينة، 90% من الناس حبوا الأمير بسببها، دي مكسرة الدنيا. أنت متعرفيش ولا إيه؟ ده أنا دخت عشان أشتريها. أنجيلا بصت على العنوان واسم المؤلف، وحست بقلبها بيقع في رجلها، وضحكت بتوتر: واو، شكلها تحفة، هاتي كده أشوفها تانية، هقراها بسرعة وارجعها لك فوراً. خطفت الكتاب وهي مرعوبة. البنت الزرقاء صرخت: يا أنجيلا، أنت تجننتي؟ الكتاب ده غالي جدا. وفجأة البنت التانية لفت وبصت وراها: إيه ده؟ فرسان ملكيين بيعملوا إيه هنا؟ هنا دي. وقبل ما تستوعب، فارس قرب منهم وسأل بجدية: لو سمحتوا، عايزين نسألكم على حاجة. البنت ردت وهي بتترعش: أيوه اتفضل. الفارس سأل السؤال القنبلة: في بنت في القرية دي اسمها أنجيلا؟ البنات بصوا لبعض بذهول، وفي نفس اللحظة أنجيلا كانت بتفر في صفحات الرواية وبتصرخ في سرها: نهار أسود، الفان فيكشن بتاعي اتنشر إزاي؟ يا لهوي على الكسوف، أسلوبي كان زبالة قوي. تين ريدهن شاوة. مين اللي نشر الفضيحة دي؟ ده أنا كتبتها من زمان ومحدش شافها غير التاجر اللي اديتها له عشان أشتري صورة للأمير. أنجيلا حطت إيدها على راسها وهي بتضحك بذهول وبتقول لنفسها: يا نهار أسود، التاجر النصاب ده عشان كده ما جاش النهاردة، أتريه طبع الرواية من ورايا، باعها وفص ملح وداب. والسؤال اللي هيموتني دلوقتي: يا ترى الأمير قرأ الفضايح دي ولا لسه؟ فجأة انخبطت على المكتب بكل قوتها وصرخت كأنها تلبست: أحلام إيه وبطيخ إيه؟ يا كسفتي، لازم أجيب التاجر ده من تحت الأرض وأخليها يلم النسخ دي كلها حلا. شيكي أحن حال. الموضوع ده هيروح في داهية. دي كانت مجرد خربشات مراهقة بيطلع فيها الكبت. مين المجنون اللي يضيع وقته ويقرأ الهري ده؟ شكلي بقى مسخرة. تادا. وفي اللحظة دي الباب خبط، واحد نادى عليها. أنجيلا ارتبكت وقالت: يا خبر، أكيد جايين يرجعوا بالكتاب. فتحت الباب وهي بتبرطم: أنا آسفة والله إني هربت، خدوا الكتاب أهو. ده كلام فارغ، ولعوا فيه وارتاحوا. البنت اللي شعرها أزرق كانت بتعتذر وهي بتترعش، بس صوت خشن قاطعها زي الرعد: عفواً يا آنسة، إحنا مش هنا عشان الكتاب، إحنا بندور عليكي أنتي أنجيلا، مؤلفة رواية الأمير في حديقة الورود؟ الكلمة نزلت عليها زي الصاعقة، وعينيها برقت من الرعب، والبنات اللي وراها بقوا مصدومين ومش مصدقين. الفارس كمل بجمود ورسمية: أنتِ متهمة بتهمة الخيانة العظمى والتجسس وتعطيل أعمال العائلة المالكة، أنتِ مقبوضة عليكِ. قلت تعب. ضحكت بذهول وقالت: تجسس أنا؟ وفي نفس الصبحية دي، بس في قاعة المجلس الملكي، أحد الجنرالات كان بيولع الدنيا بكلامه. وقبل ما الأمير ريبورن يشرف ويرجع، عايز أسمع رأي المجلس في اللي عمله. الراجل اللي لابس أخضر قام بسرعة ولسانه بينقط سم: عندي كلمتين محشورين في زوري. محدش ينكر انتصاره العظيم، بس إيه الأسودي ده؟ شيطان مش بني آدم. والإشاعات اللي طالعة عليه بتسود سمعة المملكة. تاين دا ستوب ني تاتا. الجنرال عمل نفسه متفاجئ: يا ساتر، إشاعات إيه، كفى الله الشر. الراجل رد بخبث: الناس بتقول إنه حرق قرية كاملة وسواها بالأرض. الراجل اللي لابس بني كمل التحفيل وهو مربع إيده: ده حتى بعد ما استسلموا وما فرقش بين عسكري ومدني، ذبح الكل بدم بارد. ومش بس كده، ده بيقولوا دفن الأسرة وهم حيين. الراجل الثالث صرخ بتمثيل مبالغ فيه: يا لطيف، دي وحشية ما يعملهاش إلا سفاح حتى لو كانوا أعداء. الجنرال ضحك ضحكة شريرة ومجلجلة:
ها 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 ها، هو ده الأمير ريبورن اللي نعرفه. حتى لو رمى روحه في النار عشان البلد الناس هتفضل تطلع عليه سمعة زي الزفت. ديل الكلب عمره ما يتعدل. بس قبل ما يكمل وصلت الردح، كرسي وقع ورزع في الأرض بصوت مرعب خلى الكل يسكت ويتبسمر مكانه. الجنرال اتخض، قال: على فين العزم؟ الاجتماع لسه بيسخن، اقعدي مكانك. الأميرة هوية بصت لهم بقرف وابتسامة استحقار مرعبة. مش طايقة أقعد دقيقة كمان؟ ريحة القذارة اللي طالعة من كلامكم خنقتني. هرجع لما تنظفوا المكان. الراجل أبو أخضر وشه جاب ألوان وقف يزعق وهيموت من الغيظ. إيه قلة الأدب دي؟ إزاي تتكلمي معانا كده؟ هوية مردتش بكلمة، بس بصت له بصة تلجت الدم في عروقه. دم فيه. القاعة سكتت خالص كأن على روسهم الطير، وهي ماشية كانت بتكلم نفسها بزهق. يا دي النيلة، المصايب ما بتخلصش. كنت فاكرة إن الانتصار ده هيلمع صورته شوية، بس الظاهر إن السحر انقلب على الساحر وسمعته بقت في الحضيض. ريبون كده هيروح في 60 داهية. دي صندة تتدمي شغلة. فجأة سمعت همس بنات في الطرقة. بذمتك الأمير ريبون مش يجنن في المقطع ده؟ الخدامة الثانية شهقت بخوف. يخرب بيتك وطي صوتك. انتي اتجننتي يا بنتي؟ جايبة المصيبة دي القصر ازاي؟ لو حد من العيلة الملكة شافك هيرفدوكي، ده لو ما قطعوش رقبتك. اندي اي كاسيتاد. الخدامة ضحكت وهي سرحانة في الأحلام. أعمل إيه بس؟ الرواية تحفة وما أقدرش أسيبها من إيدي وما تخافيش. القصر كله بيقراها في السر أصلاً. شنشو أنشطة. في اللحظة دي هوية ظهرت زي العفريت، ركزت سيفها في الأرض وبصت لهم بوش يرعب. سمعت سيرة الأمير ريبون. بتقولوا إيه؟ يا حلوة أنتي وهي. البنات ركبهم، خبطت في بعض وصرخوا في نفس واحد. الأ الأميرة هوية. واحدة منهم اتنفضت وبدأت تبرر وهي بتترعش. والله يا مولاتي مظلومين. الكتاب ده بيمدح في الأمير وبيوصفه إنه قمر وملاك، مش شتيمة خالص وحياة ربنا. أكيد. هوية تنحت للحظة وبدأت تفكر. معقولة وداني سليمة؟ شايفين ريبورن؟ قمر وملاك، نفس البعبع اللي الناس بتترعب منه. أنت هذا. ابتسامة خبيثة ظهرت على وجهها وقالت بصوت واطي ومخيف: وريني يا شاطرة أنت وهي، إيه حكاية الكتاب السحري ده؟ الخدامة غمضت عينها وهي بتترعش من الخوف. اسمه الأمير في حديقة الورود. ودي رواية فان فيكشن يا مولاتي. يعني الهوري ده هو اللي قلب الدنيا ومخلي الناس تحبه؟ ريبرن مسك الكتاب بقرف وبص للحارس بتاعه باستغراب. انت متأكد ان الناس حابة المسخرة دي؟ عشان كده الناس بتبص لي بنظرات غريبة في الشارع؟ ده طلع السبب؟ الحارس اللي شعره ذهبي رد بحماس: ايوه يا باشا، الرواية مكسرة. الدنيا ايه رأي معاليك فيها؟ ايه معاليك؟ ريبرن مارج فتح صفحة وقرأ سطرين. وشه قلب ألوان ودمه غلي من الغيظ والكسوف. الحارس الغلبان كان لسه مبتسم وبيسأل ببراءة: مش بذمتك تحفة أدبية؟ أنا شخصياً حبي. ما لحقش يكمل الكلمة، لقى سيف ريبون اخترق الكتاب وتثبته في المكتب. الحارس اتسمر مكانه وبلع ريقه من الرعب. ريبورن زمجر بصوت طالع من الجحيم: دي قلة كرامة وإهانة ما أقدرش أسكت عليها أبداً. أنهاد أو تشتتد، لازم أقتله وأشرب من دمه. الحارس سأل برعب: تقتل مين يا مولاي؟ ريبورن رد عينه: بيطلع شرار، المؤلف اللي كتب الكلام الفاضي ده. وبالليل عند مفترق طرق مقطوع، أنجيلا كانت محبوسة جوا عربية بتتهز والفرسان حواليها واخدينها ترحيل على العاصمة. كانت بتكلم نفسها وهي هتتجنن. ماشي، الرواية انتشرت ودي مصيبة، بس جاسوسة مرة واحدة؟ ليه يعني أنا مالي ومال السياسة. إيه الوقعة السودة دي؟ وبعدين دي عربية ولا تابوت 200؟ قال عربية ملكية. قال دي بتزيء كأنها هتتفكك وتوقعنا في أي لحظة. إدهن لسه بتكمل ندب. العجلة خبطت في طوبة. أنجيلا طارت وانزرعت في الأرض وصرخت. رفعت راسها لقت الباب اتفتح لوحده. يا نهار أبيض، العربية اتفصصت بجد ولا إيه؟ أدها فجتنين أدكنت تكت. أنا كرهت العربيات وسنينها. وفجأة الذاكرة رجعتها لورا لأيام السواد والذل. 50,000 بس؟ يا ستي ما أنتي قلتي مش عايزاها. ده آخرها. البت دي شكلها ضعيف بس خطها حلو، تعرف تكتب عرايض وشكاوي.
يعني ليها لازمة أهي، وفي الآخر مصيرها الفلاحة وشغل الغيط طول عمرها، ملهاش عازة. فاقت من الذكريات المرة وسألت نفسها: طب أهرب دلوقتي ولا أعمل إيه؟ لو هربت يمكن أقابل الأمير زي زمان؟ لا، ده كان حلم وتنسى، دول فرسان الملك أكيد عندهم نخوة وهيرحموني، صح؟ بس في اللحظة دي سمعت فارس بيقول لزميله باستغراب: مش البنت دي محكوم عليها بالإعدام؟ أمال واخدينها معانا ومسحولين ليه؟ التاني رد ببرود: عشان التحقيق، عايزين يعرفوا هي تبع الأمير ولا لا. أصل غريب قوي إن حد يمدح في سفاح زيه، أكيد وراها إنه. ابتسمت بخبث وقالت في سرها: مفاجأة مش كده؟ أنا خلاص جبت آخري، ما فيش حل غير الهروب. ورغم الرعب اللي كان مسيطر عليها وبدون أي تردد قررت تعمل حركة مجنونة وتنط من العربية، وقبل ما جسمها يلمس الأرض في إيد قوية امتدت ولحقتها. في اللحظة الأخيرة قلبها كان هيقف من الخضة، وسألت بصوت بيترعش: ما مين؟ مين اللي مسكني؟ الفارس المقنع ما ردش عليها، بس عيونه كانت بتفحصها ببرود. وبعد لحظات صمت مرعبة سأل بصوت واطي: أنت اللي ألفتي الرواية دي؟ ارجعي استني جوا. فمن غير أي مقدمات شالها ورماها جوه العربية زي شوال البطاطس. أنجيلا صرخت من الصدمة وفضلت تتدحرج وتخبط في جوانب العربية من قوة الرمية. الفارس اللي كان سايق الحصان سمع الدوشة دي فلف راسه بسرعة وهو مستغرب وببرطم: إيه اللي بيحصل؟ الحصان ماله اتجنن ولا إيه؟ وفجأة شق سكون الليل صوت صرخة مفزعة. الفرسان اللي قدام لفوا بسرعة يشوفوا فيه إيه، وواحد منهم صرخ بحدة: أثبت مكانك أنت. وهو أنت تيجا إيه. بس الصدمة لجمتهم لما شافوا زميلهم اللي ورا دمه سايح وراح في شربة مياه. الرعب دب في قلوبهم، وواحد صرخ بهستيريا: كم مين العدو فين يا جدعان؟ ولسه الكلمة ما كملتش زميله اللي جنبه طار هو كمان بضرب خاطفة من شبح مجهول. الفارس اتبقى لوحده والرعب أكله، وهو بيفكر: إيه السرعة دي؟ من إمتى؟ وفي حد بالقوة دي؟ وبأيد بتترعش رفع سيفه وصرخ بأعلى صوته يحاول يداري خوفه: أظهر وبان عليك الأمان، أنت مين يا مجنون عشان تتجرأ ترفع سلاحك على فرسان الحرس الملكي؟ بس فجأة عينيه وقعت على العلامة اللي على الحصان وتجمد مكانه. عقله كان هشت من الصدمة. الختم ده حصان الأمير ريبورن. يا نهار أسود، ده الأمير بذات نفسه. أنا كده ميت تامش أنت حتى. الغريبة إن الأمير بدل ما يخلص عليه دخل سيفه في غمده بهدوء تام. الفارس خد نفس عميق وظن إنه ربنا نجاه. معقولة؟ ناوي يعفي عني ويسيبني أعيش؟ مش مهم السبب، المهم إني لازم أخلع من هنا فوراً وأبلغ القصر الملكي بالكارثة دي. إيه. ده استداز. ويا دوب لسه رح يحط رجله على الأرض عشان يجري كان الأمير ريبورن انقض عليه زي الأسد المفترس وكتم أنفاسه في ثانية. أنجيلا كانت بتابع من شباك العربية وشافت آخر أمل ليها بيتبخر. ضحكت ضحكة يأس وعيونها قلبت وقالت في سرها وهي بتودع الدنيا: خلاص كده، دي نهايتي، أشوفكم في الحياة التانية بقى. وفجأة دبت على الأرض مغمى عليها الشخص اللي كان مع الأمير. اتخض وصرخ: يا نهار أبيض، البنت ماتت ولا إيه؟ الأمير رد ببرود أعصاب: ما تخافش، دي بس أغمى عليها من الرعب. بعدين الأمير بص لمساعده وسأله: أنت إيه اللي جابك ورايا أصلاً؟ المساعد اللي شعره بني بلم وسأله بذهول: نعم، أنا اللي جيت وراك يا مولاي، ده أنت اللي ماشي ورايا. أنا هنا عشان بنفذ المهمة السرية للي قالت عليها الآنسة هوية. نزل القناع من على وشه وهو بياخد نفسه وبيفكر: يا ترى أختك ناوية على إيه المرة دي؟ غطى ختم الحصان بسرعة ورجع يعاتب الأمير: بس إزاي تجيب حصانك المميز ده معاك؟ لو حد شافه وعرف هويتك هنروح في داهية. أرتت دقيقة. وفجأة لاحظ الأمير بيتحرك ناحية البنت. صرخ فيه: استنى يا مولاي، هتعمل إيه؟ الأمير سحب سيفه وعيونه بتلمع بالشر: مش قلتلك؟ أنا هبعت مؤلفة الكتاب ده للآخرة. المساعد جري ووقف قدامه يحمل البنت: مستحيل، الآنسة هوية مؤكدة علي، أجيب المؤلفة تحية مهما كان الثمن. قلت ستعد. الأمير رمقه بنظرة حادة زي السيف وقال: أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ أنت حارسي، أنا مش حارس، أختي المفروض تنفذ أوامري، أنا الأول. المساعد وطى راسه باحترام وقال: العفو يا مولاي،
بس أكيد في سبب يخلي سموك أنقذتها من شوية. ليه تقتلها دلوقتي؟ الأمير سكت لحظة وبص لأنجيلا وهي نايمة زي الملاك، وبعدين رد بجمود مين عارف. المساعد تنفس الصعداء إن سيده هدي شوية. رجع السيف مكانه وقال بصوت واطي: بما إن أختي وعدت تشرح السبب، هأجل حساب البنت دي لبعدين. أنت عارف هوية لما بتتقمص ممكن تعمل إيه لو فشلت في مهمتك. المساعد انحنى بامتنان: ألف شكر يا مولاي، اتفضل أنت ارجع القصر وأنا هنظف مكان الجريمة. وفي ثانية كان مطلع قوسه وبدأ يضبط المسرحية. وفي وقت لاحق الفرسان الملكيين كانوا بيتهامسوا وهم بيفحصوا الجثث. منظر بشع. الأسهم دي قديمة ومصدية، شكلهم عصابة قطاع الطرق اللي بيثبتوا النبلاء. شكلهم يعرفوش إن دول فرسان الحرس الملكي أغبياء، حفروا قبرهم بإيدهم. فجأة القائد زعق فيهم: كله يخرس. كان بيغلي من جوه. مش مصدق إننا بنضيع وقتنا في التفاهات دي عشان شوية شخبطة في كتاب كنت عايز أقفل القضية دي وأخلص. بس الباشا مش عاجبه. عمري ما هقدر أفهم دماغه دي فيها إيه. أنا تسابوتو. ولي العهد كان بيفحص الجثث بتركيز رهيب وبيكلم نفسه: زي ما توقعت، الضربات دي مش عشوائية، دي ضربات محترفين في مقتل والباقي تمويه. القائد ابتسم بخبث وسأله: ها يا مولاي، خلصت فحص؟ ولي العهد وقف ونفض هدومه ورد بابتسامة غامضة: أيوة خلصت يا جنرال، الموضوع طلع مسلي جدا. في نفس اللحظة أنجلا قامت مفزوعة من النوم وصرخت بملء صوتها، قعدت تبربش بعيونها وتبص حواليها بذهول: إيه ده كان كابوس ولا ده كمان حلم؟ أنا فين؟ آخر حاجة فكراها إني أغمى عليها. بس الأثاث الفخم ده مستحيل يكون في قريتنا الفقيرة. كنت فكرة إن دي نهايتي، بس يا بقالي كتير ما شفتش عز زي ده. حتى لو كان مجرد حلم، خليني أستمتع بيها شوية. شكرا للفارس المقنع، صحيح كان فيه دم وذبح، بس بسببه أنا دلوقتي عايشة في الحلم الوردي ده. أول ما أصحى لازم أكتب كل اللي حصل ده في روايتي الجديدة. استني لحظة، لو ده مش حلم يبقى أنا مت بجد؟ معقولة تروحي انتقلت لعالم تاني؟ بس حتى لو عالم تاني، إيه القصر الفظيع ده؟ دماغي هتلف من كتر التفكير. ليه كل المصايب دي نزلت على دماغي مرة واحدة؟ الفارس المقنع، الحرس الملكي، وكل ده بسبب الفان فيك اللي كتبته وأنا عيلة صغيرة. سيدات، أنا غبية، ما كانش المفروض أمسك قلم أصلا، بس ما كنتش عايزة أنسى اللحظة اللي الأمير أنقذني فيها زمان. وفجأة شريط الذكريات مر قدام عينها، العيون العسلي بتاعت الفارس المقنع امبارح دي نفس عيون الأمير. ريبورن أنجيلا من الرعب وقعت من على السرير وصرخت كتمت بقها بسرعة وإيديها بتترعش. الفكرة كانت مرعبة لدرجة الجنون. الفارس المقنع، السفاح اللي دبح الناس دي، هو الأمير ريبورن نفسه. لا مستحيل، الأمير ده ملاك، إزاي يكون هو؟ قطع تفكيرها صوت الباب بيتفتح ودخول بنت شعرها بينك بابتسامة لطيفة. أنا سمعت صوت دوشة. يا خبر، أنت صحيتي أخيراً. أنا إدريس، الخدامة الخاصة بيكي، شرف لي أخدمك يا عالمة القصر. أنجيلا فتحت بقها بلاها: علمة إيه وخدمة إيه؟ إدريس كملت بكل هدوء وهي بتفجر القنبلة: أهلا بيكي في قصر لودكس، مقر إقامة الأمير الأول الدوق ريبورن. أنجيلا عيونها وسعت على آخرها وصرخت صرخة هزت القصر: إيه؟ تاتا أتوان. سألت أنجيلا والشك مالي قلبها: بتقولي قصر الأمير؟ يعني الأمير نفسه عايش هنا؟ وفجأة شيطان أفكارها نط وتكلم بسرعة عشان يفرمل حماسها: استني يا حلوة، ونسيتي المقنع المجنون اللي ترطش دم في كل حتة؟ مش جايز يكون هو ده الأمير؟ بس ملاكها. الحارس قاطع الفكرة فورا وقال: إيه التخاريف دي؟ انسي الموضوع يا ماما. ردت إدريس بحماس وسرعة: أيوة طبعا موجود. أنجيلا طارت من الفرحة، وفي اللحظة دي مسكت إدريس إيدها وبكسوف طلبت منها طلب صغير: ممكن بلاش ألقاب رسمية يا ست الكاتبة؟ حضرتك شكلك صغير وقمر، كأنك أختي الكبيرة بالضبط. أنجيلا وقفت متنحة ومش فاهمة حاجة. أيوة طبعا. وفجأة البنت انفجرت من الحماس وصرخت: يا خراشي يا بختي، والله العظيم ده شرف لي إني أخدم واحدة كول وعسل زيك يا أبلتي. ناديني إدريس يا أختي. كمية الطاقة والود المفاجئة دي خلت أنجيلا مهنجة تماما ومش عارفة ترد من الصدمة. فجأة قاطعهم صوت خبط على الباب، ودخل الحارس اللي شعره بني وبنبرة لوم. قال: أنا بعتك تشوفي الكاتبة فاقت ولا لأ، مش ترغي معاها للصبح. إدريس
اتخذت واعتذرت بسرعة. آسفة جدا يا سدمانو، الحماس خدني، بس أنا جبت معايا شوية فساتين. أنجيلا شافت المشهد ده وقلبها دق من الانبهار وقالت في سرها: واو، حتى الخدم في قصر النبلاء ليهم هيبة وأناقة مش طبيعية، دول كأنهم كائنات فضائية أو جايين من عالم تاني خالص. وفجأة إدريس قلبت وعيناها لمعت بمكر: أوهو، أنت لسه واقف بتعمل إيه هنا بطونة؟ الكاتبة لسه بالبيجامة يا محترم، اتفضل استنى برا وهبلغك لما نخلص. مانو وقف مذهول وفاتح بقى: نعم يا أختي، أنت بتطرديني؟ أنجيلا كتمت ضحكتها وقالت في نفسها: شكل البنت دي محدش بيقدر عليها حتى الحرس. قربت إدريس بابتسامة واسعة وسألت: يا أختي، إيه رأيك تلبسي الطقم ده؟ أنجيلا استغربت وسألت بسرعة: بس أنا رايحة فين أصلاً؟ ردت عليها وكأن الموضوع بديهي: رايحة تقابليه طبعاً. بعد شوية في مكتب الأمير، هو كان قاعد صامت، صباعه بينقر على المكتب وعينه عليها ببرود، بينما هي كانت هتطير من الفرحة وأرست إيدها عشان تتأكد إنها مش بتحلم. يا لهوي، ده هو بجد الأمير بشحمه ولحمه قدامي، يا رب بيكونش ده حلم؟ تفتكري لسه فاكرني ولا نسي شكلي؟ لاحظ إنها مبحلقة فيه بشكل مريب، ودخل له يتخنق وقال في نفسه: إيه البني آدم المزعجة دي؟ وفضلوا هما الاتنين باصين لبعض في حرب نظرات صامتة وطويلة. مانو كان واقف يتفرج على المشهد المحرج ده وبيتمنى الأرض تنشق وتبلعه. وفي اللحظة الحاسمة دي الحارس أعلن وصول الأميرة. مانو انحنى بسرعة باحترام شديد: أهلا بمولاتي. الأميرة ردت بابتسامة ساحرة: أهلا يا مانو، شغلك عالي كالعادة. وبعدين بصت ناحية أنجيلا وقالت: هي دي بقى الكاتبة الهمامة. أنجيلا ردت بتوتر: أنا أنجيلا. فجأة غربت الأميرة وقعدت جنبها وحطت إيدها على كتفها بأريحية وقالت: يا بنتي خدي راحتك، أنت ضيفتنا المميزة النهاردة. وش أنجيلا قلب أحمر طماطم وقالت في سرها: واو، شبه بعض جدا، أول مرة أشوف توأم حقيقي، جمالهم يدوخ بجد. الأميرة ضحكت بخبث وقالت: ما تسلم يا رايبيرن. وهنا عين أنجيلا وقعت على الكارثة. روايتها الأمير في حديقة الورود مرمية على المكتب، وحست إنها عايزة تدفن نفسها من الكسوف. رايبيرن سأل بنبرة ثلج: أنت جايبة الكاتبة دي هنا ليه؟ أخته ردت ببرود: عشان مهمة يا أخي، مالك قالب وش كده ليه على الصبح؟ كملت الطريقة المفروض تشكرها إنها خلت واحد كئيب زيك بطل رواية مكسرة الدنيا. أنجيلا كانت قاعدة بينهم ومحشورة وبتقول لنفسها: أنا حاسة إني قاعدة قريب زيادة عن اللزوم، ولا بيتهيألي؟ يا نهار أبيض، الأميرة على يميني والأمير على شمالي، التوتر هيموتني. بس تصدقوا شبه بعض فولة واتقسمت نصين، الفرق الوحيد الغمازات. يا ترى الأمير لو ضحك هيكون عنده غمازات هو كمان؟ قاطع تفكيرها صوت رايبيرن العصبي: أنت قريتي الهباب ده يا هويا؟ هوية ردت بثقة مستفزة: لا لسه، بس سمعت طرطيش كلام إن في مشهد بوس بينك وبين الحارس بتاعك في الكتاب الملعون ده. منه وشه قلب ألوان وسأل بصدمة: نعم يا أختي. وأنجيلا ما كانش قدامها غير إنها تبتسم ببلاها وتداري كسوفها. أنجيلا همست لنفسها: هو ده الحارس المقصود. رايبيرن بصلها بقرف وقال: أنت فاكرة إن ده كل اللي فيه؟ هوية لقطت الكلام بسرعة: يا لئيم، بتقول بتكرهها وشكلك قريت نصها. أنجيلا كانت هتسيح مكانها وقالت في سرها: يا أرض انشقي وبلعيني دلوقتي حالا. وعشان تهرب من الموقف عرقت وغيرت الموضوع: احم، أنا أنا أغمى عليا امبارح ومش فاكرة حاجة. سألت وعينها فيها أمل: هو حضرتك اللي أنقذتني من السفاح المقنع ده؟ رد ببرود قاتل: أيوة أنا. أنجيلا رمشت بعينها ببراءة: إيه؟ هويا بصت لأخوها باستغراب: أنت إيه اللي وداك ورمانه في المهمة بتاعتي أصلاً؟ وأنجيلا بصت لهم ومش فاهمة حاجة: تقصدوا إيه بكلامكم ده؟ رايبيرن مسك خنجر من على المكتب وبدأ يلعب بيه ببرود وقال: أنا كنت رايح عشان أقتلك، ولولا هوية كان زمانك في خبر. كان لو باقية على عمرك تحرقي كل النسخ اللي في الإمبراطورية وتختفي من وشي فورا. كمل تهديده: ويا ريت تهربي بسرعة قبل ما أغير رأيي. أنجيلا شهقت برعب: نعم تقتلني؟ بس هو برق بعين مرعبة وصرخ: سمعتي قولت إيه ولا أعيد تاني؟ جسمها تنفض من الخوف وقالت في نفسها: معقولة ده هو أمير أحلامي؟ ده سفاح. هوية بصت لأخوها بابتسامة متكلفة وقالت في سرها: الواد ده غبي ولا إيه؟ زعقت فيه بصوت عالي: انت رغاية كده،
ليه النهاردة؟ خلصت خلاص؟ ليه بتسد نفس البنية؟ دي لسه هتكتب لنا تحفة فنية تانية. في بستانة. رايبيرن بص لمانو بذهول، بس مانو عمل نفسه عبيط وكح كأنه مش سامع حاجة. هويا لفت لأنجيلا وقالت بنبرة حنينة: سيبك من كلامه الفاضي ده يا ست الكاتبة، يا عيني البنت قطعت الخلف بسببه. المهم كفاية رغي وندخل في الجد. إحنا أنقذناكي لسبب واحد، بس محتاجين الجزء الثاني من الرواية. أنجيلا سألت باستغراب: الجزء الثاني؟ هويا بدأت تشرح بجدية: انتي عارفة ليه الحرس الملكي خطفوكي في الأول؟ عشان ولي العهد خد باله إن شوية ورق في إيدك بيحركوا الرأي العام. إحنا نفسنا اتصدمنا لما شفنا الناس بتهتف لرايبيرن إزاي وهو راجع من الحرب. مش بس رايبيرن، ده حتى سمعة عيلة إسبريندو اللي كانت في الحضيض اتحسنت بشكل مرعب بسببك. جناح ولي العهد فاكرين إننا اللي وزيناكي تكتبي الكلام ده عشان نخطف الحكم، وبما إن مواجهتنا مباشرة صعبة عليهم حالياً فقرروا يخطفوكي عشان يتهمونا بتضليل الشعب، وطبعاً بعد ما يخلصوا مصلحتهم كانوا حيخلصوا عليكي. من الآخر كده روايتك دي كنز لينا وكابوس لولي العهد، وبما إننا طلعناكي من بقى الأسد فمن حقنا نستفيد منك أكتر، صح ولا إيه؟ لو أمري اتعرف أنا هحميكي بنفسي من القصر الملكي. حمايتنا ليكي هتكون مطلقة، بس في المقابل تكتملي كتابة عن رايبيرن وإنتي مستخبية. ها قلتي إيه في الاتفاق ده؟ رايبيرن حط إيده على جبهته بيأس وسأل: أنت ليه بتعملي فيا كده يا شيخة؟ هي ولا عبرته وكملت كلامها: تمام، بمجرد ما نمضي الاتفاق ده موضوع السفاح المقنع ده حيدفن بينا. بس لو فتحتي بقك بكلمة أنا اللي هبعت لك المقنع الحقيقي يخلص عليكي قبل ما الرجال والليل العهد يوصلوا لك. أصل الموضوع ده حياة أو موت بالنسبة لنا. أنجيلا كانت هتموت من الرعب وقالت في نفسها وهي بتترعش: يا نهار أبيض، الراجل ده مرعب بشكل مش طبيعي. هو مش قالوا إني هموت أكيد؟ يا عيني عليك يا أنجيلا، شكلك هتروحي فيها بجد والظلم هينهي حياتك. بس هونين ده هو إحنا لازم نجرجرها معانا كده؟ ده كان السبب اللي خلاني أخاطر بحياتي وأنط من العربية زي المجنونة. بس هو ابتسم ابتسامة تذوب الحجر وسألني بكل برود: إيه رأيك أنت يا شاطرة؟ هتوقعي العقدة ولا لأ؟ عايزة تعيشي يا كتكوتة ولا ننهي الموضوع؟ أنجيلا ردت بتوتر وهي بتترعش: عايزة، قصدي هوقع، أكيد هوقع. ودموعها بتنزل شلالات وهي بتقول في سرها: المهم أعيش الأول يا جماعة. هو ضحك بصوت عالي وقال: إيه رد الفعل ده؟ أنت كيوتو قوي وأنت خايفة كده. في الوقت ده فير كان واقف ورا ضارب بوز ومخنوق وبيقول في نفسه: مين كان يتخيل إنها تطلب الطلب ده؟ دي ماشية بدماغها خالص ومحدش عارف لها حاجة. وهو بيفكر رفع عينه بالصدفة وشاف ابتسامة هوية اللي بتنور في الضلمة. للحظة حس إن الزمن وقف وسرح في جمال الابتسامة اللي بتخبي وراها كوارث، وقال في نفسه بذهول: فات وقت طويل قوي. بعد شوية وأنجيلا لسه تايهة في ذكريات الرعب اللي عاشتها، إدريس سحبتها من إيدها بحماس وقالت وهي طايرة من الفرحة: ياه تمشي برا القصر، دي حاجة ترد الروح. مش كده؟ انتي ازاي فستانك لسه حلو كده؟ أنا سمعت إنك جاية من بيست. بس ولا يهمك، مش لازم تقلقي خالص إنك مش جايبة هدوم معاكي. إحنا هنشتري لك كوليكشن جديد يليق بموضة لودكس وتكسري بيهم الدنيا. أنجيلا بصت لها وقالت في سرها بتنهيدة: صحيح، البنت المسكينة دي متعرفش أنا مين ولا إيه حكايتي. أنجيلا ضحكت بكسوف وقالت: ماشي، موافقة. الإدريس عيونها لمعت وقالت: على فكرة أنا لسه جديدة في القصر ومتحمسة جدا إني هخدم شخصية مهمة زيك، دي فرصة عمري. شيكة بسالتش نجتانها. أنجيلا حست بشفقة ناحيتها وقالت في نفسها: يا عيني البنت دي بريئة وطيبة زيادة عن اللزوم، ده مع إن وضعها ومقامها هنا أحسن مني بمراحل أصلاً. فجأة خرجت تنهيدة طويلة من قلب أنجيلا. الإدريس لاحظت، قربت منها وهزتها بخفة وقالت بصوت حنين ومليان اهتمام: مالك بس يا قمر؟ شكلك شايلة هموم الدنيا فوق راسك. سيبي الحزن يمشي وكله هيبقى تمام وزي الفل، صدقيني. إيه آسن. كلامها لمس قلب أنجيلا اللي قالت في سرها بتأثر: عندها حق، دي مدينة أحلامي اللي كنت بتمناها، لازم انبسط شوية بقى. وفي نفس اللحظة في زاوية ظلمة بعيد عن العيون كان في شخص لابس عباية ومغطي وشه، عينه مفارقتهمش، وقال بذكاء خبيث وهو بيراقبهم:
هي دي البنت، ما فيش شك في كده. وهم بيتمشوا إلى دريس سألته بحيرة: تحبي نبدأ بإيه؟ أنجيلا ردت بأدب: مش عارفة والله، وانت أنا تايهة ومش عارفة الطرق هنا يا آنسة. إدريس ممكن حضرتك؟ إدريس قاطعتها بسرعة: يوه بلاش الرسميات وتنشيف الدماغ ده بقى، قلت لك ناديني لي، إحنا خلاص بقينا أصحاب، خليكي فريش كده وتكلمي براحتك. أنجيلا ضحكت بتوتر والعرق بدأ ينزل منها. فجأة افتكرت تحذيرات مانو الصارمة الصبح. يا أنسة أنجيلا ركزي معايا، في حاجة لازم تاخدي بالك منها، مش عايز أي تصرفات غريبة منك النهاردة، بلاش فضايح. أنجيلا كانت بترد ببلاها: حاضر، كمل. ما نكمل بجدية، أنت دلوقتي بتمثلي دور عالمة، وبالهيبة دي الكل هيحترمك غصب عنهم في أي مكان تروحيه. أخيرا بقيتي مفيدة لينا بصفتك مؤلفة الكتاب، فخليكي واثقة من نفسك. بس قولي لي بقى، إيه مشهد البوسة اللي كتبتيه ده؟ كان إيه لازمته يا هانم؟ أنجيلا قريت من قدامه وهي بتبص وراها وبتقول: ها 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 حاضر، هسمع الكلام وهحطه حلقة في ودني. سلام بقى. ولما رجعت للواقع بعد الذكرى المحرجة دي خدت نفس عميق وردت: خلاص ماشي يالي. الإدريس فرحت وقالت بضحكة شقية: أيوة كده صحيح، انتي شفتي الأمير من شوية، إيه الأخبار؟ الدنيا مشيت إزاي؟ أنجيلا سكتت وهي بتترعش من جواها وقالت في نفسها: هو نسياني، وده أحسن لي طبعا، بس شخصيته اتغيرت 180 درجة، بقى مرعب لدرجة تخلي الدم يتجمد في عروقي. حاسة بالذنب إني ألفت القصة الغريبة دي لحظة طيش، بس ليه هو بيعاملني بالوحشية والتهديد ده أنا الكاتبة يا جدعان. إدريس حطت إيدها على خدها وهي بتحلم: قوليلي، هو كاريزما وجامد زي بطل رواية أمير في حديقة الزهور؟ أكيد قريتي الرواية دي، أنا مدمنة عليها بجد. البطل فيها حاجة كده، وهم قريتها يجي مليون مرة ومش بزهق، وهتجنن على الجزء الجديد، حاسة إنها يحصل بلاوي وكوارث ومفاجآت. أنجيلا وشها جاب ألوان وقالت في سرها بصدمة: معقولة؟ بتقرأ الهبد اللي أنا كتبته ده؟ دي قصة أي كلام، عاجبها فيها إيه دي؟ وليه بتقرأها أصلا؟ وقبل ما تستوعب الإدريس شاورت على محل وقالت: المحل ده شكله تحفة، يلا ندخل. أنجيلا قالت بتردد: ماشي. وأول ما دخلوا انبهرت بالفخامة وقالت في سرها: يا نهار أبيض على الجمال، واو. بس رجعت تهمس بكسوف: بس يالي، أنا مفليش ولا مليم عشان أشتري الحاجات الفخمة دي. الإدريس ردت بقلب جامد وكرم: يا بنتي فلوس إيه؟ بس شيلي الموضوع ده من دماغك، قالوا لي إنك هتقعدي معانا في القصر، يعني لازم تزبطي نفسك بهدوم كتير. خدي، ادي الورقة دي اللي عليها توقيع الأمير للمحاسب واشتري المحل كله لو عايزة. ومدت إيدها بالورقة. أنجيلا عينيها وسعت من المفاجأة: معقولة؟ الأمير هو اللي قال كده؟ إدريس ضحكت ببراءة: لا طبعا، ليش سيد مانو هو اللي أمر بكده. أنجيلا حست بإحباط وقالت بصوت واطي: تمام. وفي سرها كملت بمرارة: يا خيبتك يا أنجيلا، طبعا ده حارس الأمير، هو الأمير هيفضل يبص لوحدة زيي أصلا؟ صاحبة المحل أول ما شافت زباين جريت ترحب: أهلا يا هوانم. بس فجأة وشها قلب لما شافت الإدريس وقالت في نفسها بقرف: يووه، البت أم شعر بينك دي جت تاني، كل يوم تيجي تتفرج وتكركب الدنيا وتمشي من غير ما تشتري. في الناحية التانية أنجيلا كانت بتلمس كم فستان وبتقول برقة: طب هلف لفة كده وأتفرج. الإدريس قالت وهي بتغمز: أكيد هتختاري بسرعة، صح؟ ما أنتوا يا علماء بتلبسوا عبايات على طول ومش فاضيين للموضة. يلا نخلص بسرعة عشان نروح نضرب أكلة معتبرة. خي مش تساق. يلا نشتري ونروح ناكل. أنجيلا حست بتأنيب ضمير وهي بتقول في نفسها: يا حبيبتي، أنت متعرفيش أي حاجة عني، أنا لا عالمة ولا نيلة، أنا غلبانة والله. الإدريس لاحظت أنجيلا بصلت لحاجة معينة فسألت بفضول: بتبصي على إيه؟ أنجيلا عيونها لمعت بذهول: واو، تحفة، عمري ما لبست فستان بالجمال ده. بس تفتكري ده أحلى؟ وقبل ما تكمل جملتها صاحبة المحل هجمت عليهم زي النسر وزعقت بصوت عالي: حاسبة عندك إيدك يا شاطرة. أنيست كده، أنتي فاكرة نفسك بتلمسي إيه؟ إزاي تجرأي تحطي إيدك على الفستان ده وأنتي مش عارفة تمنه كام؟ ده يساوي ثروة. دي كنت تشتابة، ده تصميم عالمي من لون. طبعا أشكالكم دي عمرها ما هتفهم في الموضة، مش معقول.
كل شوية تيجي هنا بهدوم تشبه الشحاتين وتلمسي حاجات أسيادك. هي كنتي شان ما معكيش حق رغيف، عيش وعينك بصت لفوق قوي، جاية تتمنظري قدام صاحبتك. أنجيلا دمي غلي في عروقها وقالت في سرها: الست دي قليلة الذوق كده ليه؟ دي زودتها قوي وكلامها غريبة جدا. هاتيه هنا كده كده مش هتشتريه. الإدريس بدأت تعيط وقالت بصوت مخنوق: لا مش هسيبه، أنا هشتريه بجد النهاردة. أنجيلا اتصدمت لما شافت دموعها وقالت في نفسها: إيه ده؟ بتعيط؟ كنت فكرها شخصية قوية وهترتاح لها، دي لسه كانت بتضحك من دقيقة. تيتا. إدريس انهارت والدموع غرقت وشها وقالت في سرها بقهر: ما كنتش أعرف إنها شايفاني كده، كسفتني ومسحت بكرامتي الأرض قدام ضيفتي، يا للعار. فجأة أنجلة سحبت الفستان بحزم وقالت بصوت كله ثقة وتحدي: لو سمحتي إحنا هنشتري الطقم ده كله لفيه حالا، وكمان الطقم اللي أنا لابساه ده احسبيه معاهم. صاحبة المحل صرخت بفزع: يا مجنونة، عارفة ده بكام؟ سيبي الفستان هتبوظيه. أنجلة تجاهلتها وبصت لإدريس وقالت بقوة: واقفة عندك بتعملي إيه؟ وكمان ليدي خدي طقم ليكي فورا. ومجرد ما ليدي سمعت الأمر جريت ونفذت بالحرف، وده خلى صاحبة المحل تصرخ من الرعب وكأنها شافت عفريت. انت بتهزري؟ أنجيلا رمت الورقة في وجهها بكل برود وقالت بنبرة كلها ثقة: أنا هخرج بالطقم ده والباقي يتبعت على العنوان اللي في الورقة حالا. يستنطيق أهقوى الستاليتان. الست بصت على الإمضاء وتلجت في مكانها، عينيها برقت وهي بتهتمس برعب. ده توقيع دق جبلين بنفسه. أنجيلا كملت بنبرة حادة وملكية: أنا باحثة مقيمة في قصر الضوء، جيت هنا فجأة وما كانش عندي وقت أجهز نفسي، بس ما كنتش أتخيل أبداً إني أتعامل بقلة الاحترام دي هنا. سيتشان، فهمتي ولسه؟ ابعتي الهدوم فورا. الست بلعت ريقها بخوف وقالت في نفسها: النظرة دي، الثقة الجبارة دي مش ممكن تكون كذب، دي أكيد واصلة ومهمة. أنجيلا علت صوتها بتهديد صريح: وكمان البنت دي مش حد مسموح لك تبصيله باحتقار أبداً، يا ريت الغلطة دي متتكررش تاني لو عايزة تحافظي على مكانك. تيتا. الست انحنت برعب وقالت بصوت بيرتعش: أنا آسفة جدا يا هانم، حقك علي، سامحيني أرجوك. سيتا سام. وبمجرد ما خرجوا من المحل أنجيلا أخذت نفس طويل وقالت في سرها: يا لهوي، قلبي حيقف من الخوف، كنت مرعوبة لا تفقس حقيقتي. بس إدريس بصت لها بانبهار: شكرا يا أختي، كنت جامدة جدا، إيه العظمة دي؟ فعلا ليكي هيبة العلماء، خدي الآيس كريم ده عشانك. أنجيلا ابتسمت: شكرا يا قمر. وإدريس كملت بفرحة: بجد شكرا، لولاك ما كنتش لبست الشياكة دي كلها. بس فجأة أنجيلا وشها جاب ألوان والعرق نزل منها. يا نهار أسود، أنا اشتريت كل ده باسم الأمير؟ أنا كده ميتة بصرف فلوسه بالهبل وهو أصلاً مش طايقني. وفجأة شريط ذكريات مر قدام عينها وافتكرت الجملة اللي اتقالت لها: إحنا أنقذناكي بس عشان محتاجين الجزء الثاني من الرواية. ومانو قال إنه فايدتي الوحيدة إني المؤلفة. الدم غلي في عروقها وبدأت تبرطم بغيظ. كل ما أفتكر بتغاظ: هو الأمير بيكرهني كده ليه؟ ده أنا مصدر سعادته يا جدع. مش شمق أصلا، المفروض بما إنه محتاجني كنت خربت بيته وصرفت أكتر من كده بكتير وخلتيه يعلن إفلاسه. الإدريس بصت لها باستغراب وبراءة: بتقولي حاجة يا أختي؟ أنجيلا ضحكت ضحكة مصطنعة تداري بها الموقف: أو هو لا يا حبيبتي، الأمير كريم جدا وقلبه كبير وهيفهم أكيد. قوليلي بس عايزة إيه تاني، هنجيب المحل كله. الإدريس طارت من الفرحة: واو بجد؟ شكرا. وفجأة سمعوا دوشة وهمسات ناس كتير. الإدريس شاورت بفضول: بصي هناك يا أختي، الناس ملمومة، ليه كده؟ تفتكري في مصيبة ولا إيه؟ أنا رايحة أشوف. أنجيلا حاولت توقفها: استني يا إدريس. بس فجأة إيد قوية مسكت أنجيلا من الخلف وصوت فحيح همس في ودنها: الشش ولا كلمة، تعالي معايا فورا، عندي كلام مهم ليكي. أنجيلا استغربت وحست بالقلق: مين ده؟ واضطرت تمشي وراه وهي بتقول لإدريس: ثواني وجاية. وقلبها بيدق بسرعة. في نفس الوقت
إدريس شافت عربية فخمة جدا وقالت بانبهار: واو، دي عربية ملكية يا ترى، مين من العيلة المالكة جوا؟ لازم أشوف. هي ميكن. أنجيلا كانت بتحاول تفلت من الراجل الغريب. سيب إيدي يا مجنون، عايز مني إيه؟ وهو بشدها ناحية حارة ضيقة ومقطوعة. قلت لك اخرسي وامشي قدامي، لازم نبعد عن هنا. الغضب عماها وراحت صرخت وهي بتجز على سنانها: قولت لك سيبني، ورزعت الآيس كريم في نص وشه بكل قوتها، وقررت إن دي فرصتها تخلع وتجري. الراجل اتزحلق، وقع دبة قوية على الأرض وهو بيصرخ: يا ظهري. ولما مسح الآيس كريم وشافته، أنجيلا شهقت بصدمة: إيه ده؟ أنت التاجر؟ إيه اللي بيحصل ده وليه بتعمل كده؟ أنا آسفة، بس طريقتك مريبة جدا. زي الحرامية كان ممكن تناديني عادي. ليه سحبني في حارة مقطوعة؟ التاجر بصلها بكسرة نفس وعينيه في الأرض: كل ده بسببك يا هانم. روايتك هي السبب في إني بقيت مطلوب للعدالة. إيه ده؟ فاكرين إني أنا المؤلف؟ بقطع ملصقات المطلوبين طول اليوم وما فيش فايدة. الأمير اللي في حديقة الورود بلغ عني وعايز راسي بمجرد ما شاف الكتاب. أنجيلا اتصدمت للحظة وعقلها وقف. نعم؟ وبعدين بصت له بنظرة حادة مليانة غضب وشرار بيطلع من عينها: أنت بتلومني أنا؟ أنا اللي المفروض أسألك إزاي أصلاً الرواية دي انتشرت؟ وبأي حق تبيع كتاباتي من وراء ظهري وتكسب من ورايا من غير استئذان؟ التاجر اتلجلج وحاول يبرر: أصل يعني. أنجيلا قاطعته بقسوة: بسبب طمعك حياتي أنا كمان بقت جحيم ومعقدة. أنا مش شمتانة إنك مطلوب، بس أنت اللي حفرت أبرك بإيدك لما سرقتني. حاجة مش هيتعوض. التاجر اتخرس من الصدمة، وأنجيلا مثلت البكاء ببراعة وقالت بصوت مخنوق: أنت مش عارف أنا عايشة في رعب إزاي بسببك. التهديدات ملاحقاني في كل مكان. امبارح كنت هموت بسبب عمايلك، المفروض تركع وتطلب سماحي. وفجأة التاجر طلع خنجر من جيبه وعينيه لمعت بجنون وهو بيحاول يكابر: أنا ماليش ذنب، أنا الضحية. هنا ما كنتش أعرف إن الرواية هتخرب الدنيا كده وتعملي مشاكل. ما كنتش أعرف إن النهاية هتكون بالخطورة دي. ما كنتش أعرف إنك هنا أصلاً. دي كانت فرصتي الوحيدة عشان أبدأ حياة جديدة. أنجيلا حست بالخطر ورجعت لورا وهي بتحاول تهدي: اسمعي. ورفع صوته بتهديد مرعب: هتروحي قصر الدوق فوراً وتقولي لهم إني مش أنا المؤلف. برأي نفسك حالاً. أنجيلا اتصدمت من تحوله وقالت في نفسها بذهول: الراجل ده كان طيب زمان. معقولة؟ أنا ما كنتش عايزة قصتي تحول الناس لوحوش وتوصل الأمور للدرجة دي. التاجر رفع الخنجر وصرخ بجنون: انطقي ردك. أنجيلا بذكاء خارق سابته وجريت ناحية الشارع وهي بتصوت بأعلى صوت: الحقوني، المؤلف المطلوب موجود هنا. جاستد. التاجر دمه هرب من جسمه من الرعب، وإلدريس كانت بتنادي عليها: أختي أنت فين؟ بس أنجيلا كملت صريخ عشان تسمع الناس كلها: يا ناس، مؤلف رواية، الأمير في حديقة الورود واقف هنا. شاب وسيم بشعر أزرق لفت انتباهه الصوت وهمس بذهول وعدم تصديق: المؤلف أخيراً؟ الناس بدأت تتلم وتهمس بصدمة. معقول؟ هو ده اللي كاتب الرواية؟ وفجأة قائد الفرسان بوربون صرخ وهو على حصانه بغضب: واقفين تتفرجوا على إيه؟ اقبضوا عليه فوراً. الجنود تحركوا زي البرق: أمرك يا سيدي. وهجموا ناحية التاجر المسكين. العيون كلها ثبتت على التاجر متراً بفضول، والهمسات زادت: يخرب بيته، ده شبه الصورة اللي في إعلان المطلوبين بالضبط. التاجر العرق غرق وشه وحاول يغطي راسه بالقبعة ويهرب وهو بيقول: يا وقعة سوداء، لازم أختفي. بس قبل ما يتحرك خطوة، إيد حديدية مسكته: لو سمحت. الشخص اللي مسكه طلع كتاب بحماس وترجي وقال: ممكن توقيعك؟ أرجوك وأعلي عليه. كيا. وفجأة الموقف اتقلب 180 درجة. الناس بدأت تتدافع بحماس، وأنا كمان. التاجر وشه بقى أصفر من الصدمة ومش فاهم حاجة. إيه اللي بيحصل ده؟ أنا من أكبر معجبينك. واو، ده المؤلف الحقيقي. ميتران كان بيصرخ والعرق مغرقه وهو بيحاول يشرح للناس الهيجنة: سيبوني أمشي، أنا مش المؤلف والله. أنجيلا كانت واقفة في زاوية بتراقب المهزلة دي ومذهولة، وقررت تستغل الفرصة وتهرب بذكاء. ما كنتش متخيلة إن ليها معجبين كده، دي فرصتي أخلع وسط الزحمة. وفي نفس اللحظة الحراس كانوا بيشقوا طريقهم وسط الجمهور بصعوبة وبيصرخوا عشان يوصلوا له:
وسعوا للطريق، لازم نمسك المجرم حالا. أول ما أنجيلا شافتهم الرعب دب في قلبها ورجعت لورا بخوف وانكماش. يا نهار، مش فايت؟ فرسان القصر الملكي؟ إيه اللي جابهم هنا؟ حاولت تهرب بسرعة، بس من كتر التوتر رجليها خانتها وتعثرت في ديل فستانها وهي بتفكر برعب. لازم أهج من هنا فوراً قبل ما أنكشف. وقبل ما جسمها يلمس الأرض في لحظة سقوطها، في إيد قوية ومتحنية لحقتها في الجزء من الثانية. ولما رفعت عينها شافت فريدريك بطلته اللي بتشع هيبة وجمال. سألها بصوت هادي وحنون لما لقاها مبرقة فيه ومصدومة: أنت بخير يا آنسة؟ أنجيلا بلعت ريقها وبصت له بتوتر وهي بتحاول تهدي دقات قلبها وتتنفس. كلمت نفسها بذهول: ده بينقذني وأنا اللي كنت فكرة إنه جاي يقبض علي. ردت عليه بصوت بيرتعش من الخوف والامتنان: شكرا يا سيدي، لولاك كنت وقعت. فجأة لمع شعار ذهبي على صدره وخطف نظرها. الدم هرب من وجهها لما خمنت هوية صاحب الشعار. الشعار ده مش بيلبسه غير الحرس الملكي الخاص. حدقت في الشعار برعب لثواني وبسرعة دارت وشها وشدت القبعة وقع عشان تخفي ملامحها، وهي بتهمس لنفسها بقلب: هيقف يا خبر. الموقف بقى خطير جدا وكده روحي بقت على كف عفريت. نظرات فريدريك الحادة لقطت جرحها في ذراعها. ملامحه تغيرت للقلق وقال بسرعة: استني، انت بتنزفي، شكلك اتصابة بجرح. أنجيلا والرعب مسيطر عليها انحنت بسرعة تحية الوداع وقالت وهي بتجري: أنا تمام، شكرا لمساعدتك. سابت فريدريك واقف مكانه وعينه متابعة طيفها بإحساس غريب بالفضول والأسف. المساعد بتاعه بوبون لاحظ شرود سيده، قرب منه باحترام وسأل بحذر: يا مولاي، شكلك مهتم، تحب نبعت حد وراها؟ شاور بإيده بالرفض وعينه لسه معلقة على طريقها بشرود: لا، ركزوا على المجرم المطلوب الأول. في ناحية تانية إلدس أول ما لمحت أنجيلا قريت عليها ودموعها بتلمع من القلق. صرخت بلهفة: يا خبر، كنت فين يا هانم؟ وإيه الدم ده؟ أنجيلا حاولت تهديها وهي بتشدها عشان يمشوا بسرعة. مفيش وقت للشرح، مفيش حاجة، لازم نمشي من هنا حالا. سكي خطتي كتير. فريدريك كان لسه باصص في أثرها، بيكلم نفسه بحيرة واستغراب. مش عارف ليه البنت دي شاغلة تفكيري بالشكل ده، في حاجة غريبة. اتنهد بقلة حيلة وتمتم، لابسة فستان سهرة مع جزمة فلات، بنت غريبة ومتهورة. وفجأة حد خبط فيه جامد، والحارس صرخ بفزع وهو بيحاول يمسكه. المجرم صرخ وهو بيقاوم الاعتقال بهستيريا: مولاي، أنا آسف، والله ما أنا، سيبوني، مش أنا المؤلف اللي بتدوروا عليه. كمل صراخ عشان يبرأ نفسه: المؤلفة بنت شعرها أصفر. الجملة دي نزلت زي الصاعقة على فريدريك، وعينه وسعت بذهول وصدمة. لف جسمه بسرعة البرق ناحية الطريق اللي هربت منه أنجيلا وهمس وهو بيربط الأحداث: شعر أصفر، عشان كده حسيت إنها مألوفة وشاغلة بالي. شريط ذكريات التقرير مر قدام عينه في لحظة. المواصفات كانت بنت شقراء من عامة الشعب، وافتكر لما الحراس سألوه وقتها لو يجددوا أمر القبض بمواصفات أدق. في اللحظة دي بس فريدريك ركب كل قطع البازل في دماغه وأدرك الحقيقة: البنت دي بتنطبق عليها كل مواصفات المجرم المطلوبة ومكانتها الاجتماعية باينة. وقتها استهتر، قال بسذاجة: مفيش داعي، هاتوا الملفات وسيبوا الأمر القديم. دلوقتي بأنب نفسه بمرارة: غبائي خدعني مظهرها وفستانها الغالي، وما فكرتش حتى أشك فيها. همس بغضب: يا لي من أحمق. فجأة المجرم فقد عقله، سحب خنجر صغير كان مخبيه وصرخ بجنون: تبا ليكم كلكم، سيبوني أمشي وإلا هقتله. الحراس ارتبكوا ومعرفوش يسيطروا عليه، والمجرم صوته بقى أعلى وأشرس وهو بيشاور بسلاحه ناحية فريدريك بوقاحة وتحدي. صرخ بجهلة: مين الواد اللي سادد الطريق ده؟ وسع من وشي يا حثالة. بس قبل ما يكمل نصل سيف بارد خرج من العدم وتحط على رقبته، وصوت أجش هدده: حركة واحدة زيادة وهطير رقبتك، الزم حدودك وأظهر الاحترام. المجرم بص بذهول وبلاها لفريدريك وسأل باستنكار: هو مين ده أصلاً؟ المساعد بوبون، رد عليه بنبرة فيها فخر وتعالي تقشعر لها الأبدان. اركع، اللي قدامك ده واللي العهد شخصياً. الخنجر وقع من إيد المجرم وركبه خبطت في بعضها من الرعب وتمتم بشتيمة من صدمته. يا نهار أسود،
الناس حواليهم بدأت تهمس بذهول وفرحة لما سمعوا بالخبر. الأصوات عليت: يا خبر، ده الأمير بجد؟ أول مرة أشوفه على الحقيقة، يبقى هو اللي نزل من العربية الملكية الفخمة دي. فريدريك تجاهل الدوشة، وطأ بهدوء تام والتقط الخنجر اللي عليه آثار دم المجرم من الأرض. عينيه لمعت بذكاء وهو بيبص للدم وقال بثقة: مفيش شك، هي المطلوبة. في مكان تاني بعيد، إلديس كانت منهارة من العياط ودموعها مغرقة وجهها من الخوف على سيدتها. سامحيني يا هانم، أنا السبب. أنجيلا حضنتها بحنان وبتحاول تهديها. اهدي يا حبيبتي، ده مش ذنبك أبدا. بس إلديس فضلت تبص للجرح بقلب مفطور وبتلوم نفسها. كنت ملهية بالعربية الملكية وما انتبهتش. وهنا أنجيلا افتكرت الشعار اللي شافته على صدر فريدريك، وعقلها ربط الأحداث بصدمة. يا لهوي، الشعار ده! كلمت نفسها برعب. تخميني كان صح، ده شعار عائلة سواندل، العيلة اللي مسيطرة على العرش كله والحكام الفعليين للإمبراطورية. ريقها نشف ونقطة عرق باردة نزلت على خدها وهي بتفتكر التحذير المرعب اللي اتقالها. لو تعرف إنك مؤلفة الرواية دي، اعتبري نفسك في عداد الأموات. العيلة المالكة مش هترحمك. نرجع لساحة الحدث. قلم حامي نزل على وش المجرم، خلاه يشوف نجوم الظهر من الوجع. وبوبون أمر الحراس بصوت جهوري: خدوه من هنا فوراً. حقيقة الحراس ردوا في نفس واحد: أمرك يا سيدي، وسحبوا للمجرم اللي كان بجر رجليه زي الجثة الهامدة وسط نظرات الاحتقار والهمز واللمز من الناس. بوبون رفع سيفه في الهواء ووجه كلامه للجمهور المتجمع بنبرة حادة زي السيف: الكتاب القذر ده بيعمل فوضى في الإمبراطورية. أي حد هيتستر على صاحبه أو يعطل العدالة هيتعاقب بتهمة الخيانة العظمى وإهانة ولي العهد. الكلام ده يتحف صم قطعه فريدريك وهو لسه ماسك الخنجر ببرود. كفاية رغي، ورانا مشاغل أهم، يلا بينا. المساعد نزل سيفه بسرعة وخضوع: حاضر يا مولاي. وقبل ما يتحرك فريدريك ضاف بصوت واطي ومحذر: وخف إيدك شوي على الراجل المقبوض عليه، الناس اترعبت من أسوتكم. في زقاق هادي ومنعزل. أنجيلا قعدت على الأرض وهي بتنهج. الرعب كان لسه مالي قلبها. لو كانوا مسكوني وقتها كانت هتبقى نهاية الموت كان أقرب مني مما تخيلت. يا ساتر، لازم أختفي، لازم ألاقي مهرب دلوقتي حالا. قاطع أفكارها السوداء صوت إليديس وهي بتكمل كلامها عن اللي حصل في المحل وبتعيط: والله كله بسببي، أنا اللي عرضتك للخطر. أنجيلا ردت بسرعة: قلت لك بطلي هبل. بس إلديس وهي بتطهر الجرح كملت بنبرة تقطع القلب وحزينة: صاحبة المحل كان عندها حق. أنا لبست أحسن ما عندي عشان أشرفك وأبيض وشك، بس لبسي طلع رخيص ومبهدل لأني فقيرة ومحيلتيش حاجة. أنا عارفة إني قلت لك إني محظوظة بالشغلانة دي، بس الحقيقة إني فاشلة. يا دوب بخلوني أقضي مشاوير تافهة ومش عارفة أتأقلم مع طبقتهم الراقية دي. رفعت عينها المليانة دموع وقالت بصدق: بس النهاردة ضغطت على نفسي وحاولت أكون شجاعة. كان نفسي بس تشوفي إني أستاهل ثقتك وإن فيها حاجة كويسة. دي فرصتي إني أعمل معجزة حقيقية وإني أقدر أحمي وراعي شخصية مثقفة زيك. وزي ما توقعت أنا أصلاً ماليش في المهمات الكبيرة والمصيرية دي. أنجيلا كانت واقفة محتارة، مش عارفة تواسي إلدريس اللي من هذا في العياط إزاي. البنت دي شكلها خجولة وحساسة جداً، مش هينفع خالص أهرب وأسيبها لوحدها في الحالة دي، وإلا هبقى عاملة زي التاجر الجبان اللي هرب وسابنا. أنا مستحيل أرجع للشخصية الضعيفة اللي كنت عليها زمان. وعموماً واضح من رد فعل الناس على بوستر المطلوبين إن مفيش حد عارف مين هو المؤلف الحقيقي للرواية أصلاً. الفرسان اللي اتقتلوا على إيد الراجل المقنع، وطبعاً أنا قصدي ولي العهد، محدش عارف حقيقتهم وشكل السر ده هيفضل مدفون. يا ربي، أنا بفكر في إيه بس دلوقتي؟ إدريس كملت عياط وهي بتقطع في الكلام: أنا حاسة إنهم عينوني لحراستك بالغلط. أنا هروح أقولهم يبدلوا حد مكاني يكون خبرة وشاطر عني. أنجيلا أول ما سمعته كده الرعب دب في قلبها وبدأت تلوح بإيديها بسرعة والعرق نازل منها شلالات. لا لا لا، إيه اللي بتقوليه ده؟ الموضوع مش كده خالص والله. إيه قصة ده؟ أنا بفضلك أنت قادرة أتمشى وأخرج براحتي، ده مش غلطك أبدا، ما تقلقيش يا حبيبتي. وفجأة وقفت أنجيلا ومدت إيدها بكل حنية لطف عشان تطمنها: طيب بصي، إيه رأيك نغير جو؟
أنت أكيد جعانة، تعالي ناكل حاجة حلوة، أنا عارفة مطعم هنا أكله يجنن. وهنا دموع إدريس زادت أكتر، بس المرة دي كانت دموع تأثر من طيبة أنجيلا. وفجأة تحولت طاقتها 180 درجة وصرخت بحماس: سبيلي الطلعة دي يا هانم. وأخيرا أنجيلا قدرت تاخد نفسها وارتاحت إن الأزمة عدت على خير. تمام، هم قالوا إنهم هيسبوني عايشة طالما بكتب الرواية جوه القصر، يبقى أكيد كل حاجة هتبقى تمام. ورغم إنها بتحاول تطمن نفسها، بس القلق كان لسه بينهش في قلب أنجيلا. قعدت تفكر بخوف، بس يا ترى الأمير فعلا هيحملني ويحميني بجد ولا ده كلام؟ وفي نفس اللحظة في مكان تاني رايبرن جون عطس عطسة زلزت المكان كأن حد بيجيب في سيرته. مسح مناخيره باستغراب وقال في نفسه: هو مين اللي بيقطع في فروتي دلوقتي؟ مانو كان واقف تحت بيبص على العربية وهي بتتحرك، وسأل بتردد: هو حضرتك بجد مسافر وهتسيبنا؟ رايبيرن وهو بيلبس العباية بتاعته هز راسه وقال ببرود: أيوه، أصل الواد الرزل ده وصل هنا فجأة. مانو أول ما سمع الكلمة عينيه وسعت من الصدمة وصرخ: يا نهار أبيض، حضرتك بتقول على ولي العهد واد؟ أبوس إيدك يا باشا، خد بالك من كلامك، إحنا حوالينا ناس كتير. وفجأة اتجمع الخدم ورئيس الخدم حوالين رايبيرن بوشوش حزينة: يا سيادة الضوء، حضرتك ماشي خلاص؟ سامحنا يا فندم، كان المفروض نيجي نودعك من بدري. رايبيرن ركب حصانه وبص لمانو بصه أخيرة مليانة تحذير: المهم أنا هغيب كام يوم كده، ولما يوصل الواد ده، قصدي اسمه الأمير، قل له إني مش موجود وتصرف ومشى من هنا بأي طريقة. مانو وقف متسمر مكانه ومصدوم بيبص على ظهر رايبيرن وهو بيبعد، وقال في نفسه بغيظ: تاني؟ هو أنا كل مرة لازم ألبس الليلة دي وأواجه المدفع لوحدي؟ ده إيه الضوء اللي بيهرب ده؟ بس فجأة ومن زاوية ضلمة محدش واخد باله منها لمع نصل سيف حاد ومستعد للانقضاض على رايبيرن وهو خارج. ما نحس بحاجة غلط، حاسة الخطر اشتغلت عنده، وفجأة السيف انضرب ناحية رقبة حصان رايبيرن، بس مانو كان أسرع من البرق وطير السيف بضربة قوية وحمى سيده في اللحظة الأخيرة. مانو زعق بعصبية أول ما شافوش المهاجم: بوبون، أنت بتهبب إيه؟ دي يسمنون بامني. بوبون ضحك ببرود وقال: والله لسه مهاراتك زي الفل يا مانو. يا عم مانو، أنا كنت بسلم عليكم بطريقتي، أنت فكرني بجد هأذيه؟ دي مجرد تحية. وفجأة ركع بوبون باحترام مبالغ فيه هو والفرسان اللي وراه قدام رايبرن: أهلا بيك يا دوق، أكيد وصلك الخبر، شمس الإمبراطورية ولي العهد فريدريك وصل لزيارتكم، يا ريت تفضي نفسك شوية عشان تقابلنا لو كنت ناوي تخلع. وأنا بعتذر لو هزاري كان تقيل شوية على قلبك يا دوق رايبرن. رايبرن وشه قلب وخشب وبص لبوبون بصه ترعب من غير ما ينطق ولا كلمة. وفي الناحية التانية أنجيلا صرخت بخوف: إيه ده؟ هم قالوا لي أمشي أنا بس، ما قالوش إني أخدك معايا يا إلدريس؟ إلدريس ردت ببراءة تامة: أيوه، عشان كده أنا خبيت الورقة، أنا أولت تيجي معايا عشان ما تزهقيش لوحدك في البيت. هو في مشكلة ولا إيه؟ أنجيلا لسانها تعقد وحاولت تداري توترها: تمام. وفجأة شريط ذكريات مر قدام عين أنجيلا وافتكرت مانو وهو بيترجاها وشكله كان قلقان جدا. يا آنسة أنجيلا، أنا آسف جدا، بس ممكن ما تمشيش وتخرجي برا الفترة دي؟ أنا عارف إنك زهقانة، بس إحنا لازم نسيطر على الوضع عشان منجيبش لنفسنا مصيبة. أبو سعيدك اسمعي الكلام. أنجيلا العرق البارد غرق جسمها وقالت بصوت بيرتعش: إحم، بقولك إيه، أنا شايفة إن لازم نرجع القصر حالا وفورا. وفي مكان تاني في الحديقة صوت راجل غليظ بيسأل: هان الجنايني بقلة ذوق، أركن العربية دي فين يا شاطر؟ في الساحة الخلفية، عشان هم قالوا إنهم ماشيين بسرعة. هان كان بيربط الحصان وهو ببرطم بقلة حيلة. يا ربي، الزيارة دي جت فجأة، كانش عندي وقت أجهز أي حاجة خالص. وفجأة هان صرخ بخضة لما شاف واحد من الحراس بيمد إيده على نبات نادر جدا في الجنينة. لو سمحت يا سيدي، ممكن بس تبعد عن الزرع ده؟ ده حساس جدا ومحتاج عناية خاصة والله. هاني أين؟ الحارس بصه خبيثة، وراح شادد الزرعة قاطعها من جذورها بمنتهى الاستفزاز وقعد يضحك بصوت عالي. هان وقف مكانه مصدوم ومش قادر ينطق من القهرة. الراجل اللي مع الحارس زقه وقال له: يلا يا عم نربط الحصان وبطل لعب. الخادمات اللي كانوا بيتفرجوا من بعيد صعب عليهم هان جدا. يا عيني عليك يا هان، ده كان فخور قوي إنه قدر يحيي الجزء ده من الحديقة بعد ما الكل فشل. والأهم من ده كله إنه ولي العهد بنفسه هنا
دي أول مرة أشوفه في الحقيقة. وأنا كمان ده قمر، ده مز أوي يا بنات. هو ليه مخبي الجمال ده في القصر ومبيخرجش كتير؟ وفجأة ظهرت ريبيكا ورئيسة الخدم وقطعت وصلة الغزل دي بصوت صارم: انتوا واقفين بترغوا وسايبين شغلكم؟ عجبكم أوي السيد ده ولا إيه؟ واحدة من البنات اتكسفت وقالت: يا مدام ريبيكا، هو ولي العهد بيجي هنا كتير؟ أصل أنا كل مرة حظي وحش ومش بشوفه. ريبيكا رفعت راسها وحاولت تفتكر. مش متأكدة، بس نادراً لما بيجي بنفسه، والمرة دي يجي فجأة، شكل في مصيبة أو حاجة مهمة بتحصل. وفي الجنينة فريدريك ولي العهد رفع إيده يحيي رايبرن بابتسامة مستفزة. مبروك الانتصار العظيم، سمعت إنك كنت بطل المعركة دي كمان. سوري إني طبيت عليكم فجأة كده، بس قلت لو بلغتكم بميعاد حضرتك هتهرب وتستخبى مني، وعشان مدام هوا هي اللي ماسكة الشغل الإداري وإنت ما بتعتبش القصر الملكي. دي كانت الطريقة الوحيدة عشان أعرف أمسكك، بس شكلك مستعجل، حتى ملحقتش تقلع البالطو. راي بيرن ربع إيده وبصله بقرف وقالب جمود: ممكن تدخل في الموضوع وتخلصنا؟ يا سمو الأمير، أنا عايز أرتاح. فريدريك ضحك ضحكة صافية ومريحة عكس التوتر اللي في الجو وقال: ليه الرسميات دي بس؟ بتقولي سمو الأمير وكأن أغراب؟ إحنا لوحدنا يا راجل، فك كده وخد راحتك، ده إحنا دافنينه سوا. رون شاور ببرود ناحية بوبون اللي واقف ورا، وفي عيونه نظرة بتأمر من غير كلام، بينما التاني كان متردد ومش عارف يتصرف إزاي. لو سمحت يا سمو الأمير، خلي الحراس بتوعك يبعدوا شوية، بعد الكوارث اللي حصلت ما بقاش عندي ثقة في وجودهم حواليا. فريدريك رفع صباعه بإشارة خفيفة لبوبون عشان يختفي، وبعدين لف وشه للرون والضحكة مرسومة على شفايفه كأنه افتكر نكتة. قصدك الحادثة إياها؟ ها ها ها، يا راجل أنت لسه شايل في قلبك ومقلق من الموضوع ده. بوبون مشي وهو بيتلفت حواليه بشك وبيكلم نفسه بوجل: غريبة، مش شايف مانو في أي مكان. في نفس اللحظة فريدريك رفع فنجان قهوته بخفة وقال بابتسامة صفرا: ولا يهمك، أنا آسف لو كنت سببت لك أي إحراج يا صاحبي. فجأة إيد رون نزلت، خبطت على الترابيزة بصوت عالي قطع الصمت، ونطق اسم الأمير بالكامل بنبرة تحذير مرعبة: فيليكس فاندل، لم كلابك وعلم فرسانك الأدب بدل ما أتصرف أنا. لولا معزتك عندي كنت نسفت لعمل كده من على وش الأرض، سواء كان خدام ولا حتى حصان. أي حاجة تخصني خط أحمر، ومش هرحم اللي يقرب منها. ملامح فريدريك اسودت فجأة، والهالة اللي حواليه بقت تقيلة وتخنق، رغم إن الابتسامة لسه لازقة على وشه. رد ببرود مخيف: مش أنا قلت لك إننا بنهزر؟ ليه واخد الموضوع جد كده؟ شكلك متعصب زيادة عن اللزوم، غريبة يعني. رون ربع إيديه وفضل بيصص لفريدريك بنظرات كلها قرف وانزعاج، وهو بيفكر الواد ده لسه زي ما هو لزقة ومستفز من وإحنا عيال، حاجة تكسف بجد. الأمير بص حواليه بتركيز كأنه بدور على صيدة، واستنتج بسرعة: الأخت هو شكلها مش هنا. رون رد عليه بحدة وسؤال هجومي: وهي هتعمل إيه في قصري أصلاً؟ إحنا اتقابلنا صدفة وهي مشيت بسرعة. فريدريك عمل نفسه زعلان وبيمثل الحسرة ببراعة: يا خسارة، كان المفروض أجي بدري شوية، كان عندي كلام مهم عايز أقوله ليكم أنتوا الاثنين، شكلكم مشغولين قوي. بصراحة فرساني وقعوا في كمين من فترة قريبة. طبعا مش محتاج أقول لك إنهم وحوش في المبارزة، بس الغريب إن نقطة ضعفهم اتكشفت بسهولة مرعبة، كأن اللي عملها عارفهم. التكنيك اللي اتقتلوا بيه كان مألوف، بيفكرني بحد معين. تفتكر مين؟ رون قاطعه بنظرة حادة زي السيف وحذره: إياك تلمح بحاجة من غير دليل، لسانك ده هيوديك في داهية. أنا مش في مود يسمح لي أسمع تخاريفك النهاردة. فريدريك سكت فجأة وغير الموضوع بمنتهى السلاسة والبرود، كأنه ما فيش حاجة حصلت. على العموم، بعد المصيبة دي المتهم اللي كنا بنقبض عليه فص ملح وداب. فريدريك بص بعيد وعيونه مليانة أفكار معقدة، وكرر جملته تاني بتأكيد غريب. المتهم اختفى تماما، وكأنه الأرض انشقت وبلعته. رون وشه جاب ألوان من الغضب ورد باقتضاب: مش مهتم، ووفر كلامك. فجأة فريدريك طلع ورقة تقرير صغيرة وحطها قدام وش رون وهو بيضحك بحماس: بص كده، بيقولوا إن دي هي مؤلفة الرواية اللي مكسر الدنيا اليومين دول، وشكلي كده لمحتها في الأراضي بتاعتك وأنا جاي في الطريق. رون مد إيده وأخذ الورقة وقلبه بيدق من القلق، وسأل بتلقائية فضحته: في القرية بتاعتي؟ الأمير هز راسه بسرعة وتأكيد: أيوه، شفتها بعيني هناك.
رون مسك الورقة وبدأ يدقق في المكتوب، وهو بيحاول يهدي الرعب اللي جواه، وبيقول لنفسه مستحيل، كلام فارغ، هي أصلاً محبوسة في أوضتي دلوقتي. في مكان تاني خالص مانو دخل أوضة أنجلا، واتصدم لما لقاها فاضية تماماً والجو فيها بارد ومقبض. الأفكار السوداء هجمت عليه. راحت فين المجنونة دي؟ أنا لسه مترقيها ما تتحركش من مكانها. لو قابلته للعهد دلوقتي هتبقى كارثة بكل المقاييس. معقولة هربت؟ لازم ألاقيها فوراً قبل ما المصيبة تحصل. مانو لسه بيلف وشه، خبط في بوبون اللي كان واقف وراه زي الشبح من غير أي صوت. بوبون نطق ببرود: أهلاً، أنت هنا بتعمل إيه؟ مانو اتنفض من مكانه كأن عفريت طلع له. بوبون سأله بنبرة شك واضحة: أنت ما حستش بوجودي ولا إيه؟ مش أنت مانو العظيم ولا ده تشابه أسماء؟ ما كنتش أعرف إنك بتترعب بسهولة كده. أنا كنت خلاص هطلع سيفي عليك. إيه اللي شاغل بالك لدرجة إنك مش مركز كده؟ بتدور على حاجة؟ تحب أساعدك؟ مانو خد نفس عميق وحاول يداري توتره وقال برسمية مصطنعة: شكرا يا بوبون، ما فيش حاجة، دي مجرد أوضة فاضية في القصر، وبلاش تتمشى في المكان بحرية كده عشان ده ممنوع. بوبون ضحك ضحكة خبيثة وقال وهو بيغمز: أوضة فاضية؟ غريبة، بس شكلها مسكونة. وشاور على فستان بينك مرمي على السرير، وسأل بفضول قاتل: أمال لمين الفستان ده يا ترى؟ نرجع للجنينة. رون أول ما شاف الرسمة اللي في الورقة عيونه برقت واتصدم صدمة عمره. إيه ده؟ وفضل مبحلق في الرسمة العجيبة دي ومش مصدق. هو ده رسم ولا شخبطة؟ الخطوط الغريبة اللي طالعة من راس البنت في الرسمة لفتت انتباهه. رون سأل نفسه وهو بيتخيل شكل أنجيلا: إيه الشخبطة دي؟ دي قرون استشعار ولا إيه؟ شكلها مسخرة، بس تصدق فيها شبه منها فعلا. فريدريك قطع حبل أفكاره وسأله بفضول: إيه رأيك؟ حاسس إنك شفتها قبل كده؟ البنت اللي قابلتها كانت لابسة فستان رسمي وجزمة فلات، وشكلها كانت متوترة وعمالة تتكبل. كانت كيوت قوي بصراحة. رون أول ما سمع كلمة فستان رسمي تنح وعقله وقف لحظة. فريدريك كمل بحسرة: للأسف مشوفتش وشها عشان كانت مغطياها بالقبعة، بس سابت أثر فيا. تكونش قريبتك يا رون. رون رجع لقناع البرود بتاعه ورمى الصورة بإهمال وقال: مين يعرف؟ من الشخبطة اللي انت جايبها دي مستحيل حد يحدد هي مين أصلا. رون أخذ نفس وتنهد براحة داخلية وثقة. مدام كانت لابسة رسمي يبقى مش هي، أكيد فريدريك شاف حد تاني خالص. الحمد لله، قلبي كان هيقف. وعلى فكرة، إياك تربط اسم عيلتي بالروايات التافهة دي، أنا بقرأها بس عشان أعرف الناس بتفكر إزاي، لكن بكرهها. فريدريك ضحك وكأنه افتكر حاجة: صح، أنت بتكره الرومانسية بس بتقرأها برضه. تناقض عجيب، أنت والحرس بتوعك. وقبل ما يكمل رون خبط بإيده على المكتب بعنف لدرجة إن الفناجين اتهزت، وقام وقف وشد فريدريك من ياقته بعصبية مكبوتة: أنا دماغي صدعت وعايز أنام، اتفضل برا هوصلك. فريدريك انفجر في الضحك لما شاف رد فعل رون وقال: شكلك بتكره سيرتها بجد. رون زق بضيق ومشي ناحية الباب وهو بيجز على أسنانه. فريدريك فضل يضحك بصوت عالي ومستمتع باللي بيحصل، وقال باستسلام: خلاص خلاص، انت غلبتها دراما ليه؟ ماشي يا سيدي، أنا همشي، كده كده خلصت اللي كنت جاي عشانه. الباب اتفتح ببطء، ومانو كان ماشي في الممر بيتلفت حواليه برعب وبيكلم نفسه: يا نهار أبيض، ما قدرتش أدور على الآنسة أنجيلا بسبب بوبون اللي طلع لي زي الخازوق ده، بس يمكن أحسن إننا ملقناهاش. وفجأة مانو لمح فريدريك ورون جايين ناحيته، فتسمر مكانه من الصدمة. فريدريك كان بيمثل البراءة وبيسترجع ذكريات طفولته مع رون وأخوه. فاكر زمان لما رون قاطعه بصوت جهوري وزعق في الحراس عشان يغير الموضوع: سمو الأمير، وصل، واقفين تفرجوا على إيه؟ انتباه. بوبون رجع بسرعة، وقف مع صف الحرس وانحنى باحترام وسأل: سموك ناوي ترجع القصر خلاص؟ السواق رح يجهز العربية والحصنة يا فندم، بنعتذر جدا، يا ريت سموك ينتظر لحظة واحدة أو واحدة. تحتاتي تضحي حاد. ملامح فريدريك اتغيرت فجأة للجدية، وعيونه لمعت بحزن غامض وهو بيفكر: دايما بخليهم يحسوا بخيبة أمل من غير ما أقصد. الأمير وطى صوته وهمس لرون بنبرة ذات مغزى: أكيد وصلك الخبر، بس حيكون في حفلة كبيرة في القصر احتفالا بالنصر، أتمنى تشرفنا المرة دي، وجودك مهم جدا. الدوق رون رفض فورا وبدون تفكير وبحسم قاطع: مش رايح في حتة يا سمو الأمير، انت عارف إني بكره الحفلات والزحمة دي موت. أنا هوصلك للباب وياريت تتفضل. فريدريك ولا تهز وابتسم ببرود وكمل إصراره:
عشان كده أنا جيت بنفسي لحد هنا عشان أطلب منك تحضر. أنا متأكد إن المملكة كلها نفسها تشوف بطل الحرب وعيلته اللي ليهم الفضل في النصر ده. جون رد عليه بكلمة واحدة حادة ونهائية: مش هروح. فريدريك عمل نفسه ما سمعش الرفض وطلع الرسمة تاني وحطها قدام عين جون بابتسامة ماكرة. لسه في وقت، فكر كويس وأنا هسيب لك الرسمة دي هنا. بس جون رفض وهز راسه بإصرار قاطع: مش محتاج تفكير، قلت لك 100 مرة قبل كده إني معرفش مين دي أصلا. أنطتك انتتي شتى. فريدريك طبطب على كتف جون بخبث وهمس في ودنه: فحيحة أفاعي، خدها نصيحة، احمي مؤلفتك كويس، عارف إن عيلتك كلها هتضيع وتتدمر لو أنا اللي حطيت إيدي عليها قبلك صح؟ وش جون جاب ألوان، قلبه كان هينط من مكانه من الرعب. بيكلم نفسه: معقولة كشفني؟ عارف إني مخبي المؤلفة؟ الأفكار كانت بتضربه زي المطرقة. حاول يداري توتره ورد بسرعة ولهوجة: استنى لحظة، أنت بتقول إنك شفتها في القرية؟ فريدريك بصله بنظرة صقر وقال ببرود: ليه السؤال ده بالذات؟ المفروض إنها ما تكونش هناك أصلاً. جون شتم نفسه في سره: غبي، ما كانش المفروض أفتح بوقي. الخوف دبه في قلبه وبدأ يبص حواليه بتوتر بيحاول يلم الموضوع. هو بيستدرجني ولا إيه؟ عينه راحت أوتوماتيك ناحية مانو يستنجد بيه لأنه البنت لسه في الأوضة. مانو لقت نظرة الرعب وهز راسه بسرعة بمعنى لأ. هنا بوبون الحارس وقف متسمر مكانه والشك ملاه إن البنت هربت. فجأة ذكريات الماضي الأليم هجمت على عقل جون وحاوطته زي الكابوس. كنت فكرهم هيفضلوا جنبي للأبد، ليه كل الناس بتسيبني وتمشي؟ لو كنت عارف إن دي النهاية كنت طردتهم من الأول وما تعلقتش بحد. بوبون اللي وراهم قطع الصمت وقرب باحترام لفريدريك: يسمو الأمير، كنت ناوي أبلغك بده بعدين، بس الظاهر إني لازم أتكلم دلوقتي حالا. وأنا بفتش لقيت أوضة فاضية في قصر الضوء بس شكلها مسكون، والأكيد إنها أوضة بنت. سمعنا إشاعات إنه المؤلفة بنت، والوصف اللي وصل لينا بيطابق الكلام ده. تفتكر الضوء مخبي علينا حاجة؟ فريدريك رمى نظرة جانبية خبيثة لجون ومستني يشوف رد فعله، وبعدين أمر ببرود: فهمتي؟ ارجع ورا دلوقتي. بوبون تنح بذهول: نعم؟ بس فريدريك كان هادي جدا ولا كأن في كارثة بتحصل، وقبل ما يكمل جملته جون انفجر فيه زي البركان: فريدريك شوف لك حارس غيره فوراً. وهجم ناحية بوبون بسرعة خيالية شقت الهواء لدرجة إنه صوت حركته كان زي الإعصار. بوبون ملحقش يرمش، يدوب سحبوا سيفه بخوف وصوت احتكاك الحديد ببعضه رعب كل الموجودين في القاعة. تشينغ سيف بوبون طار في الهواء بضربة مدمرة من جون ونقط دم طارت من صوابعه. عيون جون كانت بتطلع شرار وهو بيقرب منه بوحشية. بوبون مش مصدق اللي بيحصل، سنانه بتخبط في بعض، وفي لحظة إيد جون كانت طبقت على رقبته زي الكماشة. بوبون صرخ من الألم والحراس وراهم اتجننوا وسحبوا سيوفهم أحموا الأمير. حتى مانو من بعيد سحب سيفه عشان يغطي ظهر صاحبه. بوبون وشه بقى أزرق والعرق بيشر منه وهو بيستنجد: يا سمو الأمير فريدريك. بس الصدمة إن فريدريك كان واقف ببرود تلج بيبص عليه ولا كأن في حد بيموت قدامه. بوبون حس بالخيانة: معقولة هيسيبني أموت كده؟ سنه سيف جون كان خلاص هيخرم رقبة بوبون والرعب خلاه يغمض عينه مستني الموت. في اللحظة دي إلدريس وأنجيلا دخلوا من الباب وصرخوا بأعلى صوت لما شافوا المنظر. كيا سيف جون وقف في آخر فيمته ثانية قبل ما يذبح الحارس. أنجيلا صرخت وشاورت على الكارثة الحقيقية: سيف بوبون اللي طار استقر في علبة الهدايا اللي في إيدها، علبة الماكرون. أنجيلا يا عيني لسه داخلة وتنهدت بارتياح إنهم وصلوا، ولا دريانوا إن في معركة دموية شغالة جنبها. الحمد لله وصلنا بالسلامة. بس للأسف السيف الطاير دمر علبة الحلويات اللي كانت ماسكاها تماماً. الدريس كانت هتموت من القهرة على الأكل ومش واخدة بالها من وشوش الناس المقلوبة. يا لهوي هنعمل إيه؟ يا أخته صارت الفلوس. جون ضحك بتوتر وهمس: شكلنا وقعنا في مصيبة سودة. وفجأة استوعب هي رجعت ليه. فريدريك فضل محافظ على هدوئه المستفز، عينه على جون بيحلل كل حركة. أنجيلا انتبهت للموقف وراحت شادة الطاقية على وجهها بسرعة: يا نهار أبيض، دول فرسان القصر الملكي؟ لو كنت أعرف كنت دخلت من باب المطبخ، أنا جيت بسرعة ومفكرتش. إلدريس كانت أكتر واحدة في كوكب تاني. قعدت على الأرض
تسحب السيف من الكيكة وهي بتعيط بحرقة. لا، الماكرون مات. فريدريك فجأة ضحك بانتصار وقرب من جون. هي دي البنت اللي قلت لك إني شفتها في المدينة. مانو وراهم ضرب كف على كف من التعب، والأمير كمل بفضول القاتل. عايشة هنا، شكلها شخصية تحفة، ممكن أعرف مين دي يا دوق؟ هنا كبير الخدم هان دخل بذكاء عشان ينقذ الموقف. يا آنسة يا باحثة، خرجتي ليه؟ كنت فاكر ليزي بس اللي برا. إيه اللي بيحصل هنا؟ الدريس لسه بتصرخ وتندب حظها على الحلويات اللي باضت بقلب محروق. الخدامين من جوا كانوا بيبصوا بيضحكوا على المنظر. فريدريك رفع حاجبه بشك وكرر الكلمة باحثة. جون رجع السيف لغمده وألف كتبة بيضا بسرعة. المكتبة عندي كانت محتاجة مساعدة فجبتها تشتغل هنا. فريدريك غمض عينه وضحك بصوت عالي. باحثة، حلوة دي. ها ها ها، تمام فهمت. أنا بعتذر عن الدوشة دي وشكلي محتاج أعيد تربية رجالتي. بوبون استناني عند البوابة. بوبون ماسك رقبته بوجع. أمرك يا مولاي. فريدريك لف لجون بابتسامة صفرا. أنا همشي حالا، مفيش داعي توصلني، شكلك مرهق ومحتاج ترتاح. بس بتمنى الآنسة الباحثة الجديدة تشرفنا في الحفلة الجاية. لازم تيجوا انتوا الاثنين عشان أرحب بيها رسمي. وأخيرا الجو هدي والمصيبة عدت على خير. صوت عجل عربية الأمير وهو بيبعد كان أحلى مزيكا سمعوها. مانو وقف جنب جون وتنهد. محدش كان يتوقع اللي حصل ده. الله يكون في عونك يا صاحبي. مانو شاور بسرعة لأنجيلا اللي كانت واقفة مرعوبة وراهم. الإشارة كانت واضحة، أدخلي جوا فوراً وأنا هلم الليلة. كان المفروض عيني متغفلش عن المؤلفة، سامحني يا دوق، دي غلطتي أنا. ولسه مخلصش جملته. جون وقع من طوله زي الجبل اللي اتهد مانو، جري عليه مفزوع وقلبه حيقف. دوق دوق جون، انت كويس؟ جون كان بيترعش وماسك ايده جامد وبيهلوس بصوت واطي. لا، هيرجعوا تاني. كلهم مشوا وسابوني وحتى سوران اختفى. ذكريات الماضي والوحدة كانت بتعصره. ليه لازم يرجعوا؟ بصدق إن حد هيفضل عشاننا بجد؟ ما تبقاش ضعيف يا جون، إحنا ملناش غير بعض. فجأة أنجيلا قطعت كابوسة وقربت منه بابتسامة بريئة ومدت له العلبة المدمرة. يا أمير، أنا جبت لك هدية بسيطة بس للأسف بقت فتاة زي ما أنت شايف، بس تخيل إني شرياها بفلوسك. وراحت لمانو كمان بضحكة صافية. وجبت لك أنت كمان نصيبك يا سيد مانو. مانو رد بذهول وهو بيكلم نفسه. شكرا، بس ده وقت مكرون بدمتك. هنا أنجيلا حست إن جون تعبان، صوتها تغير وسألته بقلق حقيقي. أنت بخير يا فندم؟ أنا دخلت وما كنتش أعرف إن رجالة القصر الملكي هنا. مانو كان بيبص لهم برعب والقلق باين في كل ملامحه. في اللحظة دي مزاج الدب كان في الحضيض والجو مكهرب. لكن أنجيلا كملت كلامها ببرود، وأول ما سكتت جون اتنهد بقلة حيلة كأنه شايل هموم الدنيا. الوضع اتعقد عشان أنا رجعت فجأة، مش كده؟ قالها بابتسامة خبيثة فيها سخرية. كويس إن عندك دم وبتحسي. روحي ارتاحي دلوقتي وخدي دي معاكي جوه. ابتسامته دي خلت أنجيلا تتسمر مكانها ووشها يقلب ألوان. هو ضحك بجد، بس مانو وراهم كان هيموت من الرعب. ضحكة الدوبون دي بالنسبة له إنذار بكارثة. أول ما دخلت البيت شافت أنجيلا لوحة متعلقة وشها انقبض. إيه ده؟ دي أنا؟ الدريس ما قدرتش تمسك نفسها وانفجرت في الضحك وهي بالتسقف. ها، الرسام جايب شكلك بالضبط يا بنتي. وفجأة في روكا وتيتر وقالت بصوت واطي ومستغرب، بس مش عارفة جاب الفستان الغريب ده منين. اسمها أنجيلا، ركز شوية وبلاش المشاكل دي تتكرر. مانو رد بسرعة وهو بيترعش. أنا آسف جدا يا فندم، اتفضل هوصلك لجناحك عشان ترتاح. فير جرجر جسمه المهدود بكسل وقال بجمود. لا، أنا هبات هنا في القصر. الخادم ما قدرش يفتح بقه وحن راسه بطاعة تامة. أمرك يا فندم. مفهوم. وفي نفس اللحظة وسط الشجر القريب كان فيه صوت قلم بيتحرك بسرعة جنونية على الورق. يا نهار أبيض، اللقطة دي تساوي تقلها ذهب. سبق صحفي عالمي. فين؟ ثانية. صوت حوافر الخيل كان بيشق سكون الليل. تك 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 تك. فريدريك كان مربع إيده وبيبص من الشباك ببرود، وبوبون جنبه كان منكمش في نفسه وبيخطف نظرات رعب ليه. صورة فريدريك وهو بياخد العلقة التمام من جون
ما كنتش بتفارق خيال بوبون، فجمع شجاعته ونادى عليه بصوت مهزوز: سمو الأمير فريدريك. جيداتك النتم. لف فريدريك وشه ببطء وسأله بهدوء مخيف: أنت هديت ولا لسه؟ بوبون غمض عينيه بقوة واعترف: سامحني يا مولاي، أنا آسف إني وريتك ضعفي بالشكل ده. رد فريدريك بلا مبالاة وهو بيبرر له الضوء هو أقوى راجل في الإمبراطورية، ما فيش حاجة تكسب في إنك تخاف منه، ده الطبيعي. المهم الأوضة دي كان فيها حاجة مميزة؟ بوبون عصر دماغه لحظة ورد بصوت واطي: بصراحة يا فندم ما كانش فيها أي حاجة تلفت النظر، يمكن ما لحقوش ياخدوا حاجتهم من الاستعجال أو أصلاً ما فيش حاجة. فريدريك بص للشباك وعقله شغال زي الترس، جايز الاحتمالين صح، والشخص ده مش سهل أبداً. أول ما بوبون سمع نبرة الرضا في صوت الأمير رفع راسه بلهفة. فريدريك رسم ابتسامة ساحرة على وشه وكمل تشجيعه عشان يكسي ولائه: أنت بتعمل شغل عالي، متقلقش وخليك ماشي ورا إحساسك دايماً. وش بوبون أحمر من الفرحة ورد بحماس: أمرك يا سمو الأمير، رهن إشارتك. ورجع الصمت يسيطر تاني، مفيش غير صوت العجل وهو بيخبط في الأرض. وفي وسط الهدوء ده فريدريك كان بيخطط لحاجة تانية خالص، حفلة، ده اللي ناقص عشان اللعب يحلو. أنجيلا كانت محتارة، عدت 3 أيام على الليلة المجنونة دي، ومن امبارح مانو نازل تحضير فيها، بس النهاردة صوته كان أهدى وهو بيقترح عليها باهتمام: عارف إن الأحداث كانت كتير، بس يا ريت تبدأي تألفي بقى. أنجيلا اتنهدت بتعب وافتكرت لما ليز سحبتها عشان تتفرج على القصر وتستكشفه. الإدريسة ببراءة خدتها ركن مليان تراب وعنكبوت وقالت بضحك هستيري: خدي بالك الحتة دي كلها فيران بتلعب. أنجيلا قشعر جسمها: يا إيه القرف ده؟ بس باقي القصر كان حكاية. أنجيلا كانت ماشية مبهورة وبتقول للكل صباح الخير. الخدم هنا طيبين قوي ودخلوا قلبها بسرعة من معاملتهم الذوق، أي حد يشوفها يحييها باحترام: صباح الخير يا علمة أنجيلا. والسعادة كملت لما شافت سفرة الفطار الملوكي اللي بتلمع قدامها: الأكل هنا يجنن، بس بيني وبين نفسي هو أنا أستاهل الدلع ده كله؟ ده أنا من كام يوم بس كنت بحلم بربع العيشة دي في خيالي. إيه مدن دوتون؟ الخادمات كانوا ملمومين حوالين ليز وبيهزروا: أحكي لنا كمان والنبي. أنجيلا ابتسمت لما شافت أختها مبسوطة ووشها منور وسطهم. كنت خايفة عليها متتأقلمش، بس الظاهر إن الحادثة إياها خلتها تريند وسط الخدم كده. أنا اطمنت عليها وبقى لازم أركز في مصيبتي أنا. الخدم وصلوها لأوضة مليانة كتب وريحتها ورق قديم تجنن. المكتبة دي تحت أمرك يا هانم، اتفضلي. أنجيلا عيونها لمعت من الفرحة وبقت تتفرج بانبهار: يا كتر خيرك يا أجات، أخيرا مكان هادي أكتب فيه روايتي بعيد عن الدوشة، أنا هعيش هنا. ومن كتر حماسها اتكعبلت ووقعت ببوم قدام الخادم اللي اتفزع ورجع لورا من الخضة. يا ساتر، إيه مشيت تصدق. بس عموما الدنيا ماشية تمام، وقررت تستغل مزاجها الرايق ده وتكتب النهاية، لا وكمان الجزء الجديد من قصتها. يلا بينا نبدع. شير التقنياتها. بس الحماس ده مكملش 5 دقايق وفجأة مسكته راسها وقعدت تندب حظها بتعب وإحباط: يا خيبتي قاعدة طول الصبح وما كتبتش غير العنوان الأمير، مش عارفة ألف قصة حب تليق بيهم، دماغي فاضية خالص، أنا هتجنن، محتاجة بريك فورا. ريحت راسها على المكتب وبصت من الشباك بسرحان، وعينها جت غصب عنها على شباك جون. من ساعة اللي حصل وهو محبوس جوا ومخرجش ولا مرة. طول ما أنا مش شايفاه الوحي مش هينزل عليا في البيت، كنت باخد راحتي واتفرج على صوره براحتي، محدش داري بيا ولا بيحكم عليا. لكن هنا فضيحة لو حد شافني. ورسمة ليزا العبيطة دي مش بتساعد خالص، مع إنها كيوت بصراحة بس مش كفاية. أكيد هلكان وتعبان من الحرب والمشاكل، ده حتى يوم الحفلة أنقذني وهو لسه راجع. الحمل عليه تقيل قوي، ربنا يعينه. تخيلوا بقى إن ده ولي العهد أول مرة أشوفه كان قمة في الذوق. وافتكرت قد إيه فريدريك كان جنتل معاها وبيسألها بحنية: أنتي كويسة؟ أنجيلا فركت مناخيرها عشان الدم ميضربش من كتر الحلاوة. قمر، قمر 14، أمير أحلامي اللي كتبته في الرواية، طلع حقيقة وأحلى كمان. بس لما بتفتكر جون وملامحه المرعبة اللي بتقطع الخلف، لسانها بيتعقد وتخاف. الفرق بينهم زي السما والأرض، ده حتى الورد اللي في خيالها دبل وترعش من هيبة دبو. أنجيلا
هزت راسها بسرعة عشان تطرد الأفكار دي قبل ما تتوتر أكتر. بس في الآخر هو ضحك. يا ترى لو الأمير عنده غمازات زي الأميرة هيبقى شكله إيه؟ أكيد يتاكل أكل يا لهوي على الجمال. كفاية إني سمعت ضحكته. هي وفجأة وهي بتضحك زي المجنونة طلع لها خادم من ورا الباب وهو محرج بيبص لها باستغراب. لا مؤاخذة يا هانم أنجلا، بس لازم ننظف المكتبة، مضطر أطلب من حضرتك تخرجي. أنجلا اتنفضت من مكانها ولمت ورقها بكسوف. أيوة طالعة أهو. وهي خارجة عينها جت تاني على أوضة جون بفضول قاتل. غريبة، النور مطفي طول اليوم مفيش حس، هو راح فين؟ وحتى الجنايني مش باين له أثر. الفضول أكلها، وبخطوات سريعة وشقية قررت تروح تشوف في إيه وتكشف السر. بتجري والفرحة مش سايعاها، قلبها بيدق زي الطبول وبتقول لنفسها يا رب يا رب يكون الأمير في مكتبه بجد، هو نظرة واحدة بس وهطير فوراً وعد. بس يا فرحة ما تمت قبل ما تلحق تتنفس، اللي جوا قفشها. أنغيلة، خلصتي كتاب النهاردة ولا إيه؟ ادخلي. دخلت وهي تجر رجليها بخيبة أمل، وردت بصوت واطي ده حضرتك يا مانو تفزع فجأة. استني لحظة هنضف الكركبة دي. بس أنغيلة وقفته بسرعة قبل ما يتحرك. لا أنا جيت لما شفت النور بس. بصت لوش مانو اللي كان عبارة عن لوحة بؤس، عرق وتعب وكأنه طالع من معركة، وسألت باستغراب إيه اللي بيحصل هنا؟ رد بصوت ميت، شغل الحرب تتكون فوق دماغي، طول ما الضوء غايب أنا اللي لازم أشيل الشيلة كلها إلا لو مصيبة كبيرة. أنجيلة بصت له بشفقة وهي بتفكر الراجل ده حيموت من الشغل خلاص. فجأة مانو نطر من مكانه كأنه افتكر حاجة وسألها بس أنا محتاج بريك، أنتي إيه اللي جابك هنا أصلاً؟ ارتبكت وحاولت تلم الموضوع. سوري، أنا كنت فكرة إن الأمير مش في أوضته فقلت أعدي يعني. مانو قرر يكشف لها سر خطير. الدوق برا حالياً، عنده اجتماع مهم الصبح بدري، وخرج من الباب الخلفي في هدوء تام عشان ما حدش يحس بيه. حمحمت بخيبة أمل وهي بتحاول تخبي زعلها، بس ملامحها فضحتها. فهمت؟ خسارة بجد، كان نفسي أشوفه. مانو شاور لها بإتيكيت على الكرسي. ما دمتي جيتي استريحي شوية. لازم أبعد دلب بوبون. معلش شيلي السيف ده وارميه على جنب وقعدي. بصت لمكان ما شاور وشافت سيف حاد. شهقت في سرها برعب. يا نهار أبيض، كنت هخرم نفسي بالسيف ده لو قعدت. مانو سألها بتردد انتي صرفتي كتير في الشوبينج صح؟ المبلغ كان؟ أنجلة وعرقها بيخر وهي ماسكة السيف بضحكة صفرا. آسفة والله هرجع كل مليم وعد. بس مانو ضحك بلطف وقال ولا يهمك، اعتبريها رشوة عشان تكتبي الرواية بضمير. بالمناسبة أخبار الكتابة إيه؟ لما الضوء يرجع هنبص عليها سوا. أنغيلة غمضت عينيها بقوة، مش عارفة تخلع من السؤال ده إزاي. في الحقيقة مانو استغرب. في مشكلة هنا. أنجلة جمعت شجاعتها وقررت ترمي القنبلة. هو حضرتك معاك أي صورة مسربة للأمير؟ مانو عيونه وسعت من الصدمة وسألها ببلاهة نعم، ليه عايزة حاجة زي دي؟ وطت راسها بكسوف وبدأت تبرر. أصل وأنا في البيت كنت متعودة أتأمل الصور، قصدي يعني بكتب وأنا بتخيل، وبما إني مش عارفة أقابله قلت صورة واحدة بس هتساعد الإلهام. ولا حاجة انسى. بس نظرات مانو كانت مليانة حكم قاسي قبل ما هي حتى تخلص جملتها، وبابتسامة سمجة بدأ يشرح لها الواقع. عارفة أكتر حاجة بيكرهها الضوء؟ المتطفلين اللي بيصوروه. وبعدين مش لسه شايفاه من كام يوم؟ ده مش كفاية ولا إيه؟ أنغيلة استرجعت صورته الحقيقية وتنهدت بحسرة. الواقع مختلف تماماً عن خيالي الرومانسي. مانو هز راسه بتفهم عميق. عارف شعورك، والله عارف، بس تصدقي لما أفكر فيها الدوق ابتسم لك يا أنسة أنغيلة. ودي معجزة بقول لك إيه، أنا غرقان في الشغل، ممكن تخدميني خدمة؟ لما الدوق يرجع ممكن تاخدي كومة الورق دي توديها له. أنجلة شاورت على نفسها بذهول. أنا؟ لوحدي كده؟ مانو هز راسه بسرعة من غير تردد. أيوة أنتي ارتحتي كام يوم وبقيتي زي الفل، روحي رحبي بيه وقولي له وصلتي لفين في الكتابة. العرق بدأ يتجمع على جبين أنجلة تاني لما افتكرت الوردة المرتعشة في خيالها، وجسمها كله بدأ يترعش زي الجيلي، وفي خيالها الدوق الوسيم بيلتفت إلها ببطء، والوردة الدبلانة فجأة بتفتح وبتنور بألوان زاهية ورومانسية مفرطة. مانو شافها متنحة فقرر يتراجع. خلاص لو تعبانة مش هغصبك. وقبل ما يكمل
أنغلة. قاطعته بحماس مفاجئ وصوت عالي: لا، ما فيش أي مشكلة طبعا. مانو كأنه لقى ضوء النجاة وعيونه دمعت من التأثر. يا ملاك يا أنجلة. خبطت كفها في كفه بحماس. اتفقنا، هو بيقول في سره بسعادة، وأخيرا هم وانزاح. بس متأكدة إنها عايزة تروح لوحدها؟ ما هو ابتسم لها قبل كده، يبقى أكيد هتمشي تمام. جه الليل وريبيكا ماشية بتطوح والنوم كبس عليها، ماسكة فانوس وبتفكر: يا ترى قفلت الباب الخلفي ولا نسيت؟ لازم أتأكد. وفجأة صرخت صرخة مكتومة لما شافت خيال بني آدم غريب واقف قدام القصر. مين هناك؟ انطق! الغريب لف وشه ببطء، كان بينهج وتعبان جدا ومش قادر يتكلم. ريبيكا لسه هتنطق تاني، قام كابس على بقها بسرعة البرق: انت مية؟ ايه التلزيق ده؟ الغريب همس بصوت مبحوح بس مألوف جدا: ششش اهدي، ده أنا. ريبيكا عينيها وسعت لما عرفته. جلالة الضوء؟ يا خبر، سامحني، ما كنتش أعرف إن حضرتك خرجت أصلا. هي شوي. وهو بيتحرك داس بالغلط على دبدوب في الأرض، فطلع صوت أوبا. داس عليه أجمد عشان يسكت، فصرخ الضوء اتنطر من مكانه بفزع. إيه القرف ده؟ الدباديب كانت بتمطر عليه من كل حتة. هم بيتكاثروا ولا إيه؟ ما فيش مكان أمشي فيه. هي فين الكاتبة؟ أنغلة دي؟ هاتين اتدت أشعة. قمت الدباديب ركنت بسلام في الزاوية، وصوت المية شغال في الحمام. وفجأة فوطة طارت من الحمام وغطت وش الدباديب دي. خرج رون وشعره مبلول، ماسك فنجان قهوة وبياخد نفس عميق كله. تعب. كان صباح زي الزفت، عانيت عشان أخلص من الكركبة دي. فجأة عينه لقطت منظر غريب: كتاب مخزوق بسيف ومحطوط على المكتب. تنحه بلم من الصدمة. إيه اللي أنا شايفه ده؟ رجعت بيه الذاكرة للي حصل امبارح. الخادم سابه لوحده وهو بينحني باحترام: هروح أجهز الحصان، ثواني يا مولاي. سند ظهره على العمود بضيق وقال لنفسه: بكره الأماكن دي موت، حاجة تقصر العمر. يا دوب غمض عينه، سمع صوت خبيثة جنبه: يا محاسن، الصدف إيه الشرف ده يا دوب، أخيرا اتقابلنا. باين على الأميرة إنها مشغولة جدا. رون اتضايق، رفع غطى الراس بسرعة ورد ببرود: أنا هنا في شغل مش للتعارف. الراجل حشر ورقة في إيده وسأله بمكر: سمعت إنه ولي العهد زار قصرك قريب، صحيح؟ رون بص في الورقة، وكانت الصدمة: رسمة مسربة، دليل إدانة أو تجسس واضح. شانسل كمل كلامه بخبث: الظاهر سمو الأمير دماغه مشغولة بتفاهات ونكت من الرواية اللي مكسر الدنيا دي. رون كرمش الورقة في إيده والغضب بيغلي في عروقه.